السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في البداية شكرا لتواجدنا جميعا، إن شاء الله تكون محاضرة خفيفة لطيفة كده نستفيد بيها من بعض. آه، في البداية أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي مهندس سيد أبو العطا. خبرة فوق 14 سنة في مجال الكونستراكشن، ما بين بقى التنفيذ والكواليتي ومكتب فني بي ام او لحد ما اشتغلنا في الكوميرشال. كل الشق بتاعه. آه، هو يا ريت بس يعني نكتم المايك مع بعض عشان نبقى سامعين بعض. هتشرف بس بحضراتكم، كل واحد هستأذنكم يعرفنا بنفسه وتخصصه ايه وخبرته قد ايه. آه، نتفضل بالترتيب كده مع بعض. حضراتكم سامعيني؟ السلام عليكم، مهندس سيد، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. مهندس عمرو السيد، مع حضرتك. خبرة 12 سنة. اشتغلت تنفيذ، واشتغلت في مجال الشبكات حاليا، شبكات المحمول. اهلا بيك يا باشمهندس عمرو، ان شاء الله تكون اضافه لينا وتكون محاضره لطيفه نستفيد فيها من الله خبرتك. يكرمك. أكيد، الله يكرمك. تسلم. مع حضرتك احمد محمد عبد. اهلا شغال بيك. سوبرفايزر. شغال سوبرفايزر اوبريشن سوريا بقالي 18 سنه. بس انا مجال شغلي يعني هو بعيد عن السبلاي تشين تماما، بس انا حابب مجال الاداره عامه يعني. اهلا بحضرتك، ان شاء الله تستفيد معانا ونستفيد من خبرتك. الله يعز حضرتك، ربنا يخليك. المايك معاكم يا جماعه، عاوزين نتعرف على بعض. السلام عليكم. عليكم السلام. المهندس ضياء الدين فراج، مدير سلامة وصحة مهنية بشركة خدمات هندسية. اهلا بيك يا وأنا باشمهندس. من الناس اللي اشتغلت برضو شوية في السبلاي تشين في دولة قطر يعني. ان شاء الله نستفيد من خبرتك يا باشمهندس، اهلا بيك. أهلا بيك يا هندسة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك مهندس اسلام، ميكانيكال سينيور انجينير، تخصص في مجال الفاير فايتنج والبلامينج والاتش فاك، في مجال الديزاين والاشراف ان شاء الله. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا مهندسه بحضرتك. مروه. مهندسه مروه، رايز هاند، اتفضلي معاك المايك. ازيك يا باشمهندس سيد، اخبارك ايه؟ ازيك يا باشمهندسه، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. مهندسة مروة توفيق، تكنيكال اوفيس انجينير. اهلا بيك يا هندسه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بيك. حضرتك اسلام اسامه، مهندس كهرباء قسم مشتريات في شركه ادلر للتكنولوجيا والمقاولات. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا هندسه. مين تاني حابب يعرف نفسه يا جماعه؟
طيب كده كله تمام، محدش حابب يضيف حاجه؟ نتوقع الله نبدا. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. طيب احنا في البدايه هنتكلم عن السبلاي تشين مانجمنت بشكل عام. يمكن في مجال الكونستراكشن الموضوع شويه بيكون مايند سيت وابلكيشن مختلف خالص. بس خلينا نتكلم يعني ايه سبلاي تشين مانجمنت في الاول، ونبدا بالحاجات الستاندرد. من اشهر الاماكن او المنظمات العالميه اللي بتتكلم في مجال البريكيورمنت والسبلاي تشين والبرشيزنج واللوجيستيك عموما، التشارتد انستيتيوت بريكيورمنت اند سبلاي تشين. فهنبدا بالتعريفات الستاندرد. في الاول احنا بس عاوزين نحط قبل ما ندخل في التعريفات والكلام ده، نحط جراوند رول. احنا هنتكلم على كل اللي احنا عاوزين نتكلم فيه. مش هنتكلم في ثلاث حاجات زي السياسه او الدين او الكوره بشكل عام. الأسئلة يا ريت بس يعني نتقل عليها لما السلايد يخلص. لو حد عنده أي أسئلة نبقى مع بعض وقت كويس إن شاء الله نتكلم في أي حاجة. مش هنمشي غير لما نغطي كل أسئلة حضراتكم. آه، أنا من الحاجات اللي بشوفها دايما إن أي سيرتيفايد أو أي نولج أو كلام من ده، هو مفيش حاجة سوليد نقدر نقول إن هي 100% صح. يعني قد أكون إن أنا اللي بتكلم فيه طبقا للعلوم او طبقا للستاندرز اللي انا شايفها يمشي مع اكس وما يمشيش مع واي. طيب هل الكورسات او السيرتيفايد او الدبلومات والكلام ده كله من الحاجات المؤسفه ان احنا في الماركتينج والكلام ده كله بنقول والله لا، انا المدرب الفلاني او الباشمهندس الفلاني ده هتاخد معاه الكورس هتستفيد يخليك 100% زي الفل. ده بصراحة يعني برضو مش صحيح. يعني أي علوم في الدنيا من التدريس والكلام ده أقدر أقول إن هو بيلبي 50% بس من الحاجة، والباقي كله بيعتمد على حضرتك. من الحاجات برضو في الكوميرشال بشكل عام مفيش حاجة ثابتة 100%. يعني ممكن يكون الطريقة اللي بتتنفذ عند مهندس إسلام في شركته أمثل للسيستم اللي هم ماشيين بيه. ممكن المهندسة مروة عندها سيستم تاني هم ماشيين بيه، وكله صح طالما بتطلع قماش يبقى ده صح. فاحنا الستاندر ده طبقا للمديول بتاع المعاهد والمؤسسات اللي بتقول العلوم دي شكلها في العام ايه، لكن هي صح او غلط ده بيرجع للتطبيق. فاحنا عندنا التشارد انستيتيوت بريكيورمنت اند سبلاي تشين بيعرف السبلاي تشين مانجمنت ان هي الهاندلنج اوف فلو جودز اند سيرفيس فروم رو مانفاكتشر برودكت ثرو كونسومبشن باي كونسيومر. يعني احنا الحاجه اللي بنتعامل ونهندل بيها التدفقات من الرو ماتيريال وخامات لغايه اما نخليها منتج يصل الى المستهلك. ده بعيد شويه عن مجالنا في الكونستراكشن. طيب في تعريف تاني بيتكلم ان السبلاي تشين هو اللي channels الجودز distribution with starts with supplier raw material component بتموف through an operation process and retail finally consumer. يعني دي قنوات او طرق لتوزيع البضائع بتبدا من المواد الخام والمكونات. بنبدا من عمليه التشغيل بنوديها لتاجر التجزئه او لغايه ما توصل للمستهلك في النهايه. احنا عندنا تو فلو عموما في السبلاي تشين مين. بنقدر نقول ان هما واحده في البروكيورمنت واحده في الاوبريشن. طيب الفلو اللي بيبدا معانا في البريكيورمنت بيكون عباره عن ايه؟ تبدا من الرو ماتيريال الانبوند بتاع اللوجيستيك بتاعنا لغايه اما البضاعه عندنا بتدخل في المخازن. طيب بعد كده بنروح على الفلو الثاني اللي هو المانفاكتشرنج والوير هاوس واللوجيستيك للكونسيوم. هو في فرق ما بين الفلو ده والفلو ده، في ان هو ده بيستهدف عندي جزء تشغيل والجزء الثاني سيلز او ماركتينج. احنا كل ده بنتكلم على الستاندرز. طيب السلايد اللي بعد كده بنتكلم فيه شكل من اشكال الشرطات التانية. ان احنا عندنا الرو ماتيريال بتوصل بناخدها، ده ديماند ايه ما عندنا.
بيجي من اللوجيستيك، بنتفق مع سبلاير، ندخل تصنيع، بعد كده توزيع، بعد كده ريتيل، توصل للمستهلك. احنا حصل عندنا ايام 2020 والكوفيد والكلام ده كله، كان من الحاجات الكبيره جدا. مؤسسات كتيره منها دول ناس زي الستاندرز، او من اشهر الحاجات اللي بتتكلم على السبلاي تشين. ان الناس اللي كانت بتطبق سبلاي تشين في الاورجانيزيشن عندها حققت نمو فتره كورونا اللي العالم كله كان نايم يعني. 79% عن باقي الشركات اللي ما كانتش شغاله وعندها مشاكل في سلاسل الامداد بشكل كبير. فاذا السبلاي تشين هنا بيتكلموا عنها عن الستاندرد ان هي حاجه بتوصل للتكامل وتحقيق الاهداف وزياده الارباح. طيب، بالنسبه لكل الستاندرز والسبلاي تشين بشكل عام ما بيختلفوش المسميات بتاعتهم، بس بندخل في 5 كومبوننت. مرحله التخطيط بلاننج، السورسنج، وفي بعض المعاهد وبعض المؤسسات بتسميها البريكيورمنت، الانفنتوري، المخازن والكلام ده، البرودكشن والترانسبورتيشن، والريتيرن اوف جودز. عندنا اول حاجه البلاننج. التخطيط بالنسبه للستاندرد ان اي فريق شغال في البريكيورمنت او في السبلاي تشين بيرجع لنقطه مهمه جدا. احنا عندنا سؤال دايما بيطرح: احنا المنظومه او الشركه اللي احنا شغالين فيها بتخطط ان احنا هنصنع او هنشتغل الحاجه دي بنفسنا ولا هنشتريها؟ السلعه هنا ممكن تكون خدمه، ممكن تكون ممارسه، ممكن تكون تطبيق. طيب، بنيجي للنقطه الثانيه في التخطيط. احنا عندنا الشركات بالنسبه للمنتج النهائي ده، احنا هناخد الرو ماتيريال دي من السوق المحلي ولا هنحتاج نجيب حاجات مستورده؟ لان ده بيفرق كتير جدا عشان مراحل التشغيل. السؤال الاخير في مرحله البلاننج: احنا ان الشركه اصلا هتمرر الكلام ده للاخر مستهلك ازاي ومنين، وهقدر اوفر الكلام ده ازاي؟ يعني التخطيط بيبدا ان انت المفروض بتستدي كل الاهداف الاستراتيجيه بتاعه المنظمه او الشركه، بحيث ان انا اشوف احقق الاهداف دي ازاي. الكومبوننت الثاني السورسنج، ان احنا برضو في بعض المنظومات بتسميه البريكيورمنت. السورسنج هنا اللي هو تحديد المصادر، ده من اهم الخطوات جدا في السبلاي تشين. يعني تقدر ان انت النهارده السورس بتاعك يقدر ان انت تعمل من خلاله سيفنج ومكسب، او لو انت ما عندكش سورس كفايه، دي من الحاجات اللي بتخليك محدود، او الاعتماد على مصدر واحد، فبتخليك انت مش عارف اصلا تقدر تعمل الكومباريزون او تعمل الريليز لل البادجت اللي انت بتارجته. من الحاجات المهمه برضو في السورسنج هنا الفيندورز او السبلاير. حرفيا انت ممكن عندك فيندور يحييك وفيندور يموتك. يعني الراجل بتاعك النهارده بيسلم في ميعاده ولا لا؟ حد ملتزم بالمواصفات ولا لا؟ بيقدر يوفي معاك كل الطلبات اللي انت محتاجها ولا لا؟ ببساطة خالص، لو الفندور او المورد مش كفء، يقدر يضرب لك كل الشغل بتاعك. ومن الحاجات الكويسة المفروض ان احنا نحطها دايما معانا في السورسنج او البريكيورمنت، ان احنا يبقى عندنا اكتر من سبلاير او مقاول او مزود الخدمة يعني. المرحلة الثالثة الانفنتوري. من الحاجات اللي جينا الكوفيد اصلا اظهر ان من اكتر الناس اللي قدرت تعمل اداره للانفنتوري بتاعها والمخزون والرو ماتيريال والكلام ده كله. بالنسبه لتقييمات ريتايل نيكست في سنه 2020، ان الشركات اللي كان عندها انفنتوري صح قدرت تعمل 56% نجاح. بعتذر، 28% من البيزنس بتاعها قدر يفوز بالكوفيد. وان نسبه 56% من موردي الخدمات فشلوا، ومنهم ما عرفش يوفي بالعقود بتاعته. يعني اداره المخزون او البضاعه
بشكل يوافق جداول التصنيع بتاعتي لحد ما توصل للمستهلك، دي مهارة مهمة جدا جدا بالنسبة للسبلاي تشين. الكومبوننت الرابع البرودكشن والترانسبورتيشن. طيب الانتاج وفكرة النقل والكلام ده كله، آه، انت عندك حجم انتاج مظبوط طبقا للعملية بتاعتك، ما بتصنعش اكتر من المطلوب، ما بيبقاش عندك رواكد دايما ميك تو اوردر ولا ميك تو تشارج ولا ميك تو فلو. الكلام ده كله بيلبي معاك المعايير اللي انت محتاجها. نقطة الترانسبورتيشن، اختيار النقل الصح، ان كان كونتينر 20 40 اوبن توب، اللي عندي بضاعة النهاردة حجمها اكس، المفروض اكون جايب النقل او الترانسبورتيشن على قد الاكس دي، لا اكتر، لو اقل احسن، عرفت اعمل فيه السيفنج. الكومبوننت الخامس هو الاخير، واحنا هنا برضو بنتكلم على موضوع المرتجع. احنا ممكن في الكونستراكشن بيبقى عندنا ده اللي هو الاستلام الختامي والنهائي، نسبة الديسناج والكلام ده بيكون ازاي. بس هو عموما في السبلاي تشين ده بروتوكول المفروض طالما انت الكلاينت بتاعك مبسوط وراضي من كمية قبولك للمرتجع والكلام ده كله، ده دايما بيخلي ان انت عندك معدلات عملاء زيادة، وان هم راضيين بالتعامل بتاعك، ان انت بتقدر تكون عندك التخطيط التمام. طيب احنا بالنسبة للسبلاي تشين في الكونستراكشن، ليه بنروح لها؟ ده مثال، عندي شركتين، شركة اكس وشركة واي. هنا الفروقات بتبقى ايه؟ انا عندي النهارده السبلاي تشين بروسيس دي بحاجه بتعمل انتجريشن كامل لكل الاقسام. الشركه اللي ما عندهاش سبلاي تشين عندها سيبريتد، كل قسم او كل يغني على اله. المكتب الفني ملوش دعوه بالمشتريات، ملوش دعوه بالمخازن. بتاع البريكيورمنت انا بحقق المطلوب مني وخلاص. بتاع المشتريات انا بجيب باقل اسعار. بتاع المخازن انا والله اللي هتجيبه لي هستفه، ما عنديش مكان، ماليش دعوه، مفيش تواصل. فاذا الفصل ما بين وعدم التواصل الكفايه والتكامل ما بين الاقسام وبعضها بيخلي ان دايما في فويد في التخطيط، بيعمل كوارث. مثال ما، وده حاجه حصلت بالفعل، شركه من الشركات المشروع بيطلب حاجه ذات كثافه عاليه زي العزل بتاع التكييفات والكلام ده كله، وهو كان مخطط ان انا هجيب الكميه دي، مش هخزنها كتير، هقدر اشغلها عشان هنفذها على طول في المشروع. الموقع بعت، البريكيورمنت نفذ، البرشيزنج جاب احسن وافضل سعر وبعته. في حلقة ان الراجل المفروض اللي هينفذ الشغل ده حصل عنده تعثر ما اشتغلش. اصبح عنده النهارده كمية كبيرة من الخامات دي ملهاش مكان للتخزين، والجو مطر، بدأ المطر ينزل والحاجات دي لازم تكون في اريا مقفولة. ملايين اهدرت وبقت تلفة. ده ناتج ان مفيش انتجريشن كامل ما بين الادارات وبعضها. حد هنا لو حضراتكم اي حاجه، احنا بنتكلم على السبلاي تشين ان جنرال، اي حد عنده اسئله يتفضل قبل ما ندخل على السبلاي تشين بالنسبه للكونستراكشن. الجزء اللي فات ده كله تمام ومفهوم. ندخل على الكونستراكشن. حابب اسمع من حضراتكم. استاذنك يا باشمهندس، هو الواضح كده بالنسبه لي ان موضوع السبلاي تشين مش مقتصر على مصنع مثلا بينتج وبعد كده بيورد مثلا للسوق وهكذا. الموضوع دلوقتي اي حاجه فيها انتجريشن بين الاقسام وبعضها هنطلق عليها سبلاي تشين ولا؟ طيب بص يا باشمهندس، هو بشكل عام انا بشوف ان السبلاي تشين هو فن او علوم بتاخد فيها من الرو ماتيريال لحد ما تخرج برودكت للعميل. البرودكت ده النهارده ممكن نسميه مبنى انشائي، ممكن يكون كرسي، ممكن يكون عربيه، ممكن يكون ايا كان. يعني هي العلوم او الاداره اللي بتحول الرو ماتيريال لحد ما يوصل لمرحله المنتج.
احنا عندنا في الكونستراكشن مثلا المنتج بتاعنا اللي هو المشروع، سواء بقى هو اداري، سكني، مستشفى، جامعه، مصنع، طريق، ايا كان. يعني هنضرب مثال بسيط. الطريق، الطريق ده المكونات بتاعته من ماتيريال، من مرحله ادارتها لحد تسليم الطريق وتشغيله، ده من اي تو زي كده، ده يعتبر سبلاي تشين. الرو ماتيريال دخلت كل مراحلها لحد ما بقت منتج. تمام. بيمر بقى بمراحله الخمسه اللي احنا اتكلمنا عليهم طبقا للستاندرز بشكل كبير. بس هي السبلاي تشين ليها من وجهة نظر انا هدفين في العموم. انت بتعمل كوست ريدكشن عشان انت بتدرس وبتبقى عامل انتجريشن كامل، والكاستمر ساتيفاي. تمام تمام يا باشمهندس. من اكتر الحاجات احنا بنقول في الجيوش دايما على سلاسل الامداد والتموين. يعني دايما اللي خلى الحرب العالميه الثانيه نجاح دايما للفائز قدرته على الامداد والتوصيل. تخطيطه وادارته في الحرب على توصيل كل احتياجات الجيوش، ده كان سبب الباور وغلبة الكفة في الموضوع ده. في الكونستراكشن الموضوع مختلف شوية وليه استخدام ما معين هنبدأ نتكلم عنه دلوقتي. لو في اي حد عنده أسئلة في الجزء اللي فات ده يا جماعة، احنا هنا موجودين عشان يعني بنتناقش مع بعض ونستفيد من خبرات بعض. الله ينور، الله ينور. طيب، في الكونستراكشن الموضوع مختلف خالص عن الجزء اللي اتكلمنا عنه في الجزء اللي فات. احنا عندنا في الكونستراكشن يعني السبلاي تشين مانجمنت عموما، بدل قلنا بلان، البلان دي بتقول لي ازاي، يعني انا ازاي هدير الادارات او المراحل بتاعت السبلاي تشين. يعني سبلاي تشين ميثودولوجي، انت هتشتغل باي منهجيه. سبلاي تشين مانجمنت استراتيجي، الاستراتيجيه بتاعت اداره سلاسل الامداد دي ازاي. عندي بعد كده الرولز والريسبونسبيلتي والاثوريتي، مين هيكون مسؤول عن ايه، ومين هيبقى ريبورتد لمين، ومين عنده الاثوريتي على الاعتماد او ان يقول ده لا وده يعني مين هيدي ابروف على طلبات الشركه، والليميت بتاعها قد ايه، ومسؤوليته ازاي. الجزء اللي بعد كده الستيك هولدر ابيتيت والتري شولد. احنا عندنا مين المعنيين في الادارات بتاعتنا، سواء انترنال في الشغل او اكسترنال من استشاري وعميل والكلام ده كله. ايه العقبات اللي عندهم، هتعامل معاهم ازاي، ازاي اخد منهم الابروف، ازاي ثقافة كل حد فيهم امشي معاه الاهداف بتاعتي. عندي التمبلز دي اللي هي طلبات الشراء، نموذج امر توريد، نموذج مقارنة الاسعار، نموذج التقارير بتاعت المخازن، اذونات الصرف، اذونات اضافة. هنتعرف على كل الكلام ده. المانجمنت تكنيك، احنا التكنيك عندنا في السبلاي تشين بيختلف من مؤسسه للتانيه. في ناس بتشتغل مانوال، الدي سي بيطلع من خلال كل الاوراق ده سواء ان او اوت، وكله يقفل ورقه وتبقى بتتستف عنده وتعمل لها ستورج. في ناس بتشتغل اي ار بي، في ناس بتشتغل اوراكل، في ناس بتشتغل ساب. فالتكنيك بيفرق من مؤسسه للتانيه. التايمنج والفاندنج من الحاجات المؤثره جدا جدا في السبلاي تشين. يعني انا التايمنج بتاع الاعتماد او طلب الشراء او امر التوريد، من المده بتاعته الديوريشن قد ايه. طب التايم ده هيأثر معايا في الفاندنج. طب التايم ده، هل تأخيري ده ممكن اخليني اجيب حاجه اغلى عشان ان التايم ده هيبقى عليا بخساره او ايا كان. الفند، انا النهارده الكاش ان اللي بيخرج مني عشان احقق الاداره بتاعه السبلاي تشين، انا التمويل بتاعه. يعني انا النهارده عندي ماتيريال، احنا عندنا مثلا الفتره دي متغيرات الاسعار بتيجي بشكل كبير. طب انا النهارده في ماتيريال هقدر اجيبها بسعر كويس، بس ما عنديش الفلوس الكافيه ليها. اخد لها تمويل من البنك، ادفع عليه اوفر درافت عشان اوفر 48% من ثمنها، وممكن ادفع اوفر درافت 22، فانا عملت سيفنج 22. ولا لو انا جبتها دلوقتي ونزلت الموقع مش هعرف اخدها ماتيريال اون سايت تشوينات، فكده الفند بتاعي
مع الوقت يعتبر بياكل من الكاش فلو، فكده انا بخسر. يعني انا كل التوفير اللي عملته بيخسر. عندي بعد كده السبلاي تشين بريك داون ستراكشر. بنتعرف على ايه البريك داون بتاع السبلاي تشين بكل مراحله. ايه العوامل الخارجيه، ايه العوامل الداخليه، ايه العوامل الحكوميه، ايه العوامل المؤثره اقتصاديا من تغيير عمله، من طقس الى ذلك. هنتكلم يعني الحاجات دي كلها، الثمان مكونات، هنتكلم عن كل مكون بشكل خاص. احنا في السبلاي تشين بشكل عام هنا في الكونستراكشن بيبدأ يتكون من اربع مكونات بشكل عام. التخطيط، البريكيورمنت هي الامبريلا العامه يعني دايما الناس بتتلخبط ما بين البريكيورمنت والبرشيزنج. البريكيورمنت هي كل الاحتياجات بشكل عام. البرشيزنج قسم من اقسام الاحتياجات اللي بينفذ طلبات الشراء فقط. عندي القسم الثالث انفنتوري اللي هو المخازن وادارتها. القسم الرابع اللوجيستيك. طيب احنا بنبدا في البلاننج. بنبدا يعني ايه بلاننج؟ عندنا النهارده الداتا اناليز للبنود. احنا في الكونستراكشن هنضرب مثال بسيط كده. عندي بستلم باكج من الناس بتوع التندر. مثال بسيط هنشوفه مع بعض. انا والله التندر بيديني باكج شكلها كده مثلا. والله انا عندي الكونستراكشن، عندي الكونكريت، مكوناتها والله عندي حاجه اسمها خامات وحاجه اسمها مصنعيات، والتكلفه بتاعتها قد كده. يعني هنمسك الماتيريال. عندي بولي ايثيلين وخرسانه عاديه ميه فوم، دي ماتيريال. وبنبدا ناخد الماتيريال دي نحطها في حاجه اسمها ماتيريال ليست، وندرس كل ماده الفندور بتاعها ايه، السبيكس شكله ايه، عندي كم متر في كل المشروع. بعد كده بطلع المان باور اللي هو المصنعيات، النجاره، الفرمجه، اعمال المساحه، الاختبارات، ما الى ذلك. بمشي كده في كل المقايسه. تمام. بعد كده بنطلع الماتيريال في حاجه اسمها ماتيريال ليست. بنجيب كل الماتيريال بتاعتنا اللي احنا محتاجينها في المشروع او كونستراكشن، كل المقايسه: حديد تسليح، خرسانه، بتومين، مباني، مكونات ايه. طيب الاناليسيز هنا بتبدا ازاي؟ انا النهارده كحد شغال في السبلاي تشين ببدا اعمل التخطيط للمشروع. بستلم الباكج، بمسك الباكج بتاعتي، بنبدا نقطعها. يعني ماتيريال، مان باور، مشتريات، الكميات بتاعتنا شكلها ازاي، ايه الفندور بتاع كل خامه. طب انا هقدر اعمل اعتماد الخامه دي في قد ايه. بنعمل جداول وبنخطط لل للمشروع بتاعي. بدايته دايما بتكون الماتيريال. عندي كميه الخامه الفلانيه، وحده القياس بتاعتها قد ايه، الكوانتيتي معايا في المشروع قد ايه. طب هعتمدها امتى، وعندي هشتغل مع اي فيندور، والفيندور ده يعمل لي المواصفه كامله ولا هقدر اعمل سيفنج منه ولا لا. طيب ده بخصوص الداتا اناليسيس. طيب البريكيورمنت بلان، انا خلاص عرفت الماتيريال بتاعتي وعرفت انا محتاج المان باور قد ايه، هحتاج سبلاير، هتعامل مع مين، الكلام ده كله. البريكيورمنت بلان بتبقى خطه بحط عليها كل الماتيريال وكل الريسورس اللي انا محتاجها، وامتى، وبكام، وايه خطوات البروسيس بتاعتها. يعني مثال بسيط هنا كده، كان معانا بريكيورمنت بلان. متقسمه. بيقول ان الماتيريال ابروف بتاعي مثلا لبند البياض انا المفروض كنت اقدمه يوم 6 مايو، وان انا اعتمد الخامات دي. طيب بيجي بعد كده والله انت هتطلع البرشيزنج اوردر للاكسسوارز دي يوم 4، فانت عندك الديوريشن ما بين الاثنين وقت قد كده. طيب الموقع المفروض انا اسلم ليه الحاجات بتاعه الاكسسوارز دي يوم كذا، وهكذا لكل الماتيريال بكل الفيزز. يعني النهارده احنا عندنا دايما مكونات التشغيل ما بتخلاش في الشغل بتاعنا ما بين ثلاث حاجات:
بريكيورمنت وانجينيرنج وكونستراكشن، الموضوع كله ريليز لبعضه. بمعنى ان انا البريكيورمنت، الانجينيرنج لو قبله ما خلص انا مش هعرف اشتغل، يعني الماتيريال بتاعتي وانواعها والسبيكس والرسومات والكلام ده كله. طيب بدخل على موضوع الابروف بتاع الماتيريال نفسها، بقدم السبميتال وبعمل المقارنات بتاعتي. طب هشتغل مع مين؟ ميتاليكس، يونيتك، ايا كان. طب الحاجات دي توقيت طلب الشراء بتاعها والدليفري تايم عشان الكونستراكشن يقدر يشتغل لما الخامه دي توصل له، بيكون توقيته امتى؟ فهي البريكيورمنت بلان ده مثال ليها كده بشكل ما بسيط. بنحط كله على كل الماتيريال وكل الفيز عندي في المشروع، سواء بقى معماري، كهرباء، الكتروميكانيكال، ميكانيكال. ده مشروع مثلا فيه كل الفيسز من فاير الارم، بابليك ادريس، اكسس كنترول، اي بي تي في، كلام من ده. الجزء الثاني الثالث بعد البريكيورمنت بلان ومحتوياته، فكره التخطيط للمخازن. طب انا النهارده الحاجات اللي هتوصل عندي الخامات دي، هل كلها هقدر اسحبها ولا بوصلها تباعا؟ ايه الحاجات اللي ينفع اشونها في العراء يعني زي الحديد، زي الطوب؟ ايه الحاجات اللي ليها تشوين خاص؟ ايه الحاجات اللي ليها اكسبايري؟ يعني النهارده من الحاجات اللي دايما ممكن تعمل مشاكل خصوصا مع دخول الشتاء والكلام ده كله، الاسمنت. انا عندي والله سحب الاسمنت في الاسبوع الواحد 60 طن. انا مخطط ان انا اجيب 60 طن واسحبهم في اسبوع. طب لو معدلات السحب انا مش عامل عليها التخطيط الكويس، جبت 60 طن والسحب والله كان عندي 40 طن، اتبقى عندي الجزء ده. طب الاسمنت ده المفروض السبيكس بتاعته بقدر اعمل له تيست بعد قد ايه؟ يعني بيختلف عندنا الاسمنت ال 32 او ال 42، لازم اعمل عليه اختبار بعد مده معينه. يعني بتختلف في 30 يوم، 45 يوم، 65 يوم، ده للطيب اللي هو ال 52. فانا مرتب الوير هاوس بتاعي والكباستي بتاعته، الخامات اللي هوردها دي قد ايه، التواريخ بتاعتها قد ايه، باسعار قد ايه. فالبلاننج بشكل عام انا بخطط فيها، ما بسيبش حاجه من اول ان انا بعمل استادي لكل الماتيريال وكل الاحتياجات بتاعه المشروع، بما فيها الكميات، الاسعار، تواريخ التوريدات دي، هتبقى متورده ريليز ولا بارل، ولا في حاجات بلحق على حاجات، الى اخره. بدخل في المرحله الثانيه. بس انا قبل ما ادخل المرحله الثانيه، مرحله البلاننج في مفهومه كده ولا في حاجه واقعه مننا؟ تمام يا باشمهندس. لو حد، انا بتكلم ان بريف مش ان ديب. فلو يعني احنا الحمد لله معانا الوقت، فلو في حاجه في تمام الاناليسز محتاجينها تمام يا باشمهندس. نروح للي بعده. طيب. طيب البريكيورمنت هي الاحتياج، اي احتياج بقى للمشروع، سواء موردين، مقاولين، عماله، ماتيريال، خدمات استشاريه. ده من دراسه المشروع من بعد البلاننج بيطلع عليا زي ما طلعت الماتيريال بكل خاماتها باحتياجاتها امتى الى ما الى ذلك. محتاجه والله كام سبلاير بكام تخصص، امتى. محتاج عماله نوعهم ايه، تخصصاتهم ايه، عماله مدربه، عماله غير مدربه. محتاج خدمات استشاريه، محتاج ان انا اعمل اختبارات، الى ذلك. البريكيورمنت من الحاجات اللي ممكن تنجح اي مشروع وتخسره. ليه طيب؟ النهارده من الحاجات الخاطئه عندنا دايما في الاحتياجات ان احنا دايما المقارنات ما بيننا بتبقى دايما بنشوفها ان هي اقل سعر. يعني ده نموذج لمقارنه اسعار. مثلا هنفترض ان انا عندي اكس من الماتيريال او من الخدمه، بعمل له التمبلز ده. والله انا محتاج مثلا هنا طوب 5000 طوبه مثلا. فدايما لما باجي اشتري اي حاجه آه، بنقيسها بالفلوس ولا بنقيسها باي حاجه تانية؟ يعني انتوا حضراتكم بالنسبه لاي مقارنه هتشوف اقل سعر ولا الايه تاني؟ ايوه حوالي سعر الجوده بس والجوده برضو وفتره السداد
وفتره السداد والنظام هيبقى ماشي ازاي يعني. طيب حد عنده رأي تاني يا جماعة؟ انا حابب الناس تشترك، بس حد عنده رأي تاني احنا وحاجه في شغلنا اه ازاي اه ولا بنختار؟ ولا اتفضل. وبرضه يا باشمهندس برضه لو ينفع يبقى في نظام حاجه في الدفع وكده يعني الفلوس ما يدفعش كلها مره واحده. تمام، يعني بنتكلم حضرتك الاقل ممكن سعر واللي نتكلم. اقدر اخد منه فاسيلتي في الدفع. يبقى في يعني في مرونه شويه. طيب باشمهندس ضياء اتفضل يا باشمهندس ضياء. طبعا باشمهندس، المفروض ان الحاجات دي كمان بتعتمد على طلب العميل والاستشاري السبيسيفيك اللي هو بيحددها، زي وعلى اساسه انا بجيب الطوب طبقا لمثلا الكميه المطلوبه من الاستشاري او النوعيه او جهه التحمل والحاجات اللي زي كده اللي هو بيكون عاوزها، يعني مش بس السعر، مش مجرد تمام. السعر. طيب حضرتك ممكن اتفضل. ممكن نقول إن أول حاجة إنها تبقى مطابقة للمواصفة المطلوبة. ماشي. السعر طبعا، مدة ماشي. التوريد، يعني هيورد لي على طول ولا هيأخرني. ماشي. آه، بس وطبعا إمكانية الدفع، حسب نظام الدفع بتاعها إيه. طيب هو يعني حضراتكم كلكم قلتوا حاجات صح، بس هنقول ان هي مش كاملة بشكل ما. احنا النهارده في اختياراتنا ما بين السبلاير او ما بين المقاولين او ما بين العمال، السعر دايما مش هو المعيار ولا طرق السداد. هو الموضوع بالنسبه احنا عملنا في المرحله الاولانيه اناليسيس، والله انا عندي طوب مثلا، مثال احنا خدناه طوب مصفط، اجهاده قد كده، ابعاده قد كده، وكميته قد كده. طيب بنتصل على اكس وواي وزد، ثلاث موردين. انا محتاج 5000 طوبه بالمواصفات الواحد اتنين تلاته، اسعارك ايه؟ ببدا اتلقى عروض اسعار. طيب من الحاجات التنظيميه من التحليلات اللي بعملها لمورديني دول ان انا عندي هيستوري. استاذن حضراتكم بس المايك. التحليل بيجي هنا المقارنه، ان انا النهارده عندي مورد اول، مورد تاني، مورد تالت. واحد قال لي والله ان السعر ده 100، وده قال لي ان ده 110، وده قال لي ان ده 95. انا الطبيعي ان انا هاخد ابو 95، ده اقل سعر. طيب الراجل ده السعر بتاعه شامل النقل ولا لا؟ يعني هو دايما الاسعار ما بتتشافش ملي يونت ريت، بتتشاف النهارده مخرج اجمالي السعر من نقل، ضرائب، استقطاعات، الهالك. يعني انا عندي المورد اللي هو اللي سعره 110، نسبة الهالك في الطوب بتاعته تكاد تكون 5%. 95 ده انا نسبة الهالك بتبقى 30%. بتاع 100 ده نسبة الهالك بتاعته 20%. انا وانا مغمض هروح ل 110 ولا هروح ل 95؟ انا لو مشيت على السعر بس، او ان هو هيديني فاسيلتي في الدفع بس، او ان السعر النهائي ده احسن حاجة، مش كفايه. يعني المفروض ان هو يعمل لي كومبلاين على السبيكس، السعر الشامل اللي هو شامل الاستقطاعات، شامل النقل، شامل التفاصيل دي كلها. الفكره في النهايه اليونت ريت بتاعي الفعلي شكله ايه؟ يعني النهارده حتى لو في الكهرباء احنا عندنا مثلا براندات زي السويدي والمصريه، شركات تانية، هل الاقل فيهم في السعر باخد بيه دايما، ولا اللي هيقدر يجيب لي الماتيريال بتاعتي في الميعاد اللي انا محتاجه فيها؟ فهو السعر مش معيار بس، يعني الفكرة ان انا احقق المواصفة بافضل جودة، بافضل سعر نهائي او شامل، بالدليفري تايم اللي انا عايزه، بالكونسيومنش اللي انا عاوزه متارجت له، افضل حد هيديني طرق سداد. كل ده معايير لازم تبقى داخله معايا في المقارنه. ولو هعملها كمثلا كمقاولين، انا النهارده عندي مقاول بينفذ لي شغل البند اكس،
واحد بيعمل ده ب 100، واحد ده بيعمل ده ب 150، وده ب 200. آه، على قد السعر، على قد الجودة، على قد المخرجات. يعني دايما بالنسبة للمقاولين بشكل عام بيبقى عندهم 4 فاريانس بيحددوا أسعار. ما بين النهاردة أنت ما عندك كميات قد إيه، محتاج تخلصها في وقت قد إيه، طرق القياس بتاعة البند بتاعك إزاي، هحصل فلوسي منك إمتى. بعد كده بعد ال4 عوامل دول بيديك سعر. فممكن واحد يديك سعر قليل بس مش هيعرف يخلص لك السكادول بتاعك، وواحد تاني يديك سعر اقل منه بس مش هيخرجك بالجوده المطلوبه، مش عارف يسلم استشاري. فعمر السعر بس او الجوده بس مكانه المقياس. لازم في الاناليسيس بتاعتي بحط المعايير اللي هختار بيها المورد او المقاول. من الحاجات الستاندر المشهوره الكتيره في طرق الاختيار او ان انا اعمل ايفالويشن للموديل، الكرايتيريا دي. عندي 10 عوامل، والله انا الراجل ده منافس ولا لا، هيقدر يديني الكباستي اللي انا محتاجها في وقتها ولا لا، التزاماته والتزاماته بالمعايير هيقدر يحققها ولا لا، بنقدر نعمل عليه كنترول او لا، طرق الدفع او الفاسيلتي في الدفع شكلها ازاي، تكاليف المخرجات بتاعته هي الفاريبل ولا بتبقى اكشوال ولا عامله ازاي، ثقافته اصلا في التزامات بالتعامل، مش بتاع مشاكل، ما عندوش خصومات سيفتي، دايما منضبط، شغله بيخرج وراه دايما احسن صورة، بيقدر يتواصل بشكل مهذب وجيد. فاحنا عندنا اكتر من كريتيريا في فكرة التقييم مزودي الخدمة بشكل كبير. طيب نروح على موضوع الانفنتوري او المخازن. من الحاجات اللي احنا بنهملها دايما في شغلنا فكرة المخازن. طيب في طريقة دايما مشهورة جدا في إدارة المخازن، فيرست تو فيرست. يعني أول حاجة بدخلها هي أول حاجة بسعى. من الحاجات اللي بتنجح دايما المخازن فكرة الكميات والكباستي. يعني أنا عندي مخزن سعته 9000 متر مكعب، أنا عندي كميات أكتر من كده. لما أجي أتعاقد مع مثلا فيندور اسمه محمد، وفيندور اسمه سيد، وفيندور تاني اسمه أسامة، والله هما كلهم نفس السعر، وكلهم نفس المواصفة، وكلهم نفس الفاسيلتي ونفس كل حاجة. بس انا من ادارتي للمخزون عارف ان انا والله من 9000 متر مكعب دول محتاج خلال مدة المشروع ان انا كل شهر هاخد مثلا 1000 او 1200 متر بس، حاجة مادة زي العزل مثلا. طيب المورد اكس هيقدر يديني الخامات دي بنفس السعر، بس هنعمل خطة توريدات. انا عندي والله المخزن بتاعي بياخد ال 1000 متر دول، هقدر ان انا اخلصهم الشهر اللي بعده هاخد 1200، بقدر يعني الراجل بيخزن عنده. ده من الحاجات اللي تبقى معايا دايما في شكل الاداره بتاعه المخازن، الان والاوت بالنسبه للمخزون بتاعي. طب المخزون بتاعي هنظمه ازاي؟ يعني في حاجات هحطها زي الحديد ممكن احطها على خشب ومشمع، في حاجات زي الطوب ممكن بره، حاجات زي مثال الاسمنت اللي اتكلمنا عنه مش هينفع ان هو يقعد وقت طويل، حاجات زي التخصصيه الميتال دورز الخشب الكلام ده كله، كل ده ما ينفعش تبقى في العراء. طيب وبعد ما عملت لها السورتنج والان والاوت والكلام ده كله، فكره التقارير الشهريه للمسحوبات، انا عندي رواكد قد ايه، عندي هوالك قد ايه، انا السحب بتاع المبنى ده ماشي طبقا للمخطط ليه ولا لا. طب انا هعمل تدوير للكلام ده ستوك روتنج. يعني انا مثلا عندي النهارده 5 مشاريع، انا شغال على الانفنتوري بتاعهم. انا والله طلب الشراء بتاع مشروع واحد عايز مثلا 200 متر مواسير جالفانايز، وانا سحب المشروع عندي والله الدنيا دي فيها متوقفه او بشكل ما اخر. طب انا هدير المخزون من المشروع ده، اعمل له روتنج لمشروع تاني ولا اشتري؟ ففكره الانفنتوري هنا مش فكره تخزينه بس، او ان الامين المخزن راجل محترم بيستف الان والاوت وواخد باله. لا، هو الراجل لو ما عندوش اصلا اداره لفكره المخزون، فكره الساعه بتاعه المخازن بتاعتي، امتى استقبل بضاعه ولا لا، هعمل التقارير بتاعه المنصرف والوارد والصادر، الهوالك بتاعتي ازاي، انا عندي الحاجات زي الكيميكالز ومواد العزل والكلام ده كله الاكسبايري بتاعها. يعني مش طبيعي ان انا راجل بطلع وخلاص او بدخل وخلاص. طب انا فكره المخرجات اللي انا احول من مخزن للتاني،
كل ده لو ما تمش الاهتمام بيه وحد مرتبه ممكن يخسرنا قد كده. الحاجة الرابعة فكرة اللوجيستيك. اللوجيستيك هي مقتصرة في مجالنا شوية على النقل، وشكل كبير منه من الجزء الاستيراد. يعني انا النهارده لو بشتري مثلا حاجات زي الشيلرات، حد معانا هنا ميكانيكا؟ حد من حضراتكم هنا بيشتغل في اي حاجه ميكانيكال او الكتريكال؟ طيب مثال زي انا مع الشيلرات، حضرتك. يعني اه، احنا من الحاجات اللي هي زي الشجرات بنشتري. اللي هي الشجرات اللي هي الشجرات والكورات اللي هي بتاعت التبريد. بالظبط. اه. طيب انا بالنسبه للوجيستيك عندنا مشكله من المشاكل اللي بقت خلاص اجبار علينا. احنا النهارده لما بنيجي نشتري منتجات كبيره بتبقى عندنا انواع من التعامل. انت بتفتح ال سي وبتستورد انت وبتدفع بالعمله المحليه ولغايه اما تاخد الاعتماد بتاعك، والحاجه تيجي من البحر تاخد وقت تصنيع قد كده وتتنقل قد كده. فانا النهارده لو انا ما عنديش النوع الماتيريال بتاعتي وهندلتها وهنقلها ازاي، يعني هتعامل النهارده انا مع العميل سي اي اف، انا ادفع الجمارك واشتغل في حاجه عندنا من انظمه اللوجيستيك اسمها فري اون بورد. انا والله راجل شاطر وعندي مكتب فني شاطر وناس بتوع كواليتي شاطرين، فلو هشتري النهارده انا واروح فري ام بورد، انا اروح بشتري، انا بستلم حاجتي في المصنع وانا اشحنها مع نفسي وادفع انا التامين بتاع البحر واتحمل كل المخاطر دي قصاد ان انا النهارده عامل سيفنج رقم معين. ولا اشتغلها سي اي اف واستلم الحاجه من المينا بس ادبر عمله، ولا النهارده اخدها دور تدور واريح دماغي واشيل الريسك. فالنهارده في اختياراتنا لفكره اللوجيستيك او النقل او طريقه تسليم البضائع مش مقتصره على فكره ان انا الماتيريال وبس، او ان انا هنقلها ازاي، هندلتها ازاي. لو بشأن نضرب مثال على الحاجات المحليه، انا النهارده عندي عربيه بتشيل كونتينر 20 طن، 20 متر اسف. لو انا رحت والعربيه مثلا اللي بتشيل 20 دي ب 4000، طيب لو انا رحت جبت عربيه بتشيل كونتينر عربيه 6 ويل بتشيل كونتينر 40 ب 12000 جنيه، ال 8000 جنيه الفرق دول خساره ولا سيفنج؟ يعني احنا بنتكلم على نقله واحده. فلو فكره ان انا مش دارس ابعاد الماتيريال بتاعتي ايه وهنقلها ازاي وبكام والكباستي بتاعتها والكلام ده كله، ده مكسب وخساره وارقام كبيره. يعني انا لو في كل موف واحد بوفر 8000 او 9000 او كلام من ده، يعني لازم ابقى عارف الماتيريال بتاعتي ابعادها هنقلها ازاي، الكرب بتاعتها لو هي مستورده ايه الاستقطاعات اللي عليا وايه الحاجات اللي هتبقى للسبلاير، الاوت بوند بتاعها برضو. النهارده الانشورنس اللي موجود على الحاجه دي ان انا استلمها لغايه الموقع وبستلمها بشكل سليم، ولا ان انا الراجل بمجرد ما الحاجه خرجت من المصنع بتاعه بقت في عهدتي انا ومسؤوليتي انا. فاللوجيستيك لو مش مترتب له كويس من الحاجات اللي يعني ممكن تقتل مشروع. بنتكلم على حاجات زي الشيلرات دي بملايين، حاجات زي الماتيريال دي النهارده ابسط حاجه زي الحديد النهارده لو 60 طن فلوس كتير جدا. فهي من الحاجات هو اللي بتنجح المشكله عمليه السبلاي تشين من عدمه يعني. احنا هنا بنتكلم على اربع عناصر بشكل عام بشكل مبسط وسريع مش ان ديب. فاي حاجه في الاربع عناصر اللي اتكلمنا فيهم لو في حد عند حضراتكم اسئله انا تحت امركم. يعني بس حضرتك- معلش الصوت بيقطع يا باشمهندس. مهندس الصوت مسموع يا باشمهندس؟ طيب حضراتكم صوت انا مسموع؟ اه تمام يا هندسه. اه حد تمام، عنده اسئله مسموع في اي مسموع. حاجه من الاربع حاجات بالنسبه للعناصر السبلاي تشين في مجالنا احنا الكونستراكشن؟ لا تمام يا باشمهندس، ربنا يخليك. طيب ندخل على الجزء اللي بعد كده. انا هو ايه عندي معنى بالنسبه، هندسه الاوت باوند معناها ايه؟ بص يا هندسه انت عندك الانبوت والاوتبوت يعني بشكل ما هي في اللوجيستيك شويه الاوتبوت ان انت النهارده انت مدخلاتك ايه بتاعه المطلوب ومخرجاتك شكلها ايه. هي بالنسبه لللوجيستيك مختلفه شويه. يعني ازاي؟ انت عندك صادرات وواردات.
اوت بوند دايما الصادر بتاعك. يعني انا عندي حاجه زي الشيلر ده، انا بالنسبه لي ده اوت بوند، ده صادر ليا، يعني من الحاجات اللي انا هتبقى المشروع محتاجها. يعني انت غالبا بيبقى عندنا دايما المنتجات بتاعتنا الان والاوت، يعني اوت بوند وساوت بوند اللي هي الصادرات والواردات. صوت حضرتك تمام بيقطع يا تمام باشمهندس. تمام، واضحه. تمام كده يا هندسه، تمام. تمام. هندخل على الجزء اللي بعد كده، فكره الاستراتيجي. احنا عندنا النهارده عشان نعمل السبلاي تشين استراتيجي، انت بتخطط والله ان انا هختار الاستراتيجيه المعينه ده للشغل. يعني بمعنى ايه؟ طيب انا عشان احقق الاهداف بتاعت السبلاي تشين، يعني عندي بريدكتد بلان. انا النهارده عندي كميات مظبوطه، اسعار مظبوطه، مكان اخزن فيه مظبوط، وقت التسليم بتاع الماتيريال ده مظبوط. فده المفروض ان انا اكون عندي الكلام ده، مش ان انا مستني ان هو يجي لي او ان هو يوم بيوم. المفروض ان انا اكون عامل بريدكتد بلان. برضو من الحاجات اللي بتخلي الاستراتيجيات بتاعت السبلاي تشين ناجحه جدا فكره تعدد المصادر. ريزلانت سورسنج، انا عندي اكتر من مصدر وعندي مرونه في الموضوع ده بشكل كبير. عندي كذا سبلاير، كذا مقاول، كذا مقاول عماله، كذا مقاول معدات. الحاجات دي من الحاجات اللي دايما بتبقى نقط ضعف بالنسبه لنا. يعني انت النهارده قوتك في السبلاي تشين، فكره النهارده انت محتاج ريسورس معين في وقت معين تقدر توفره بسهوله. يعني عندك من اللوج بتاعك والله عندي مثلا 20 مقاول عزل، انا محتاج ان انا انفذ 1000 متر في اسبوع، انا عندي المقدره في ده. ده دايما لما بيكون عندك فكره تنوع المصادر وعندك المرونه فيه، تقدر ان انت ما يكونش عندك نقط الضعف اللي موجوده. طيب احنا عندنا من الحاجات اللي مهمه جدا برضو في السبلاي تشين استراتيجي التوافر. فكره ان النهارده انا محتاج الحاجه دي في الوقت المعين، فاقدر اوفرها في الوقت اللي انا عامل له بلان. التوافر دايما من العلاقات، من الحاجات الغلط عندنا في مصر دايما في شغلنا للاسف، فكره الاستنصاح، او ان انا النهارده مكسبي ان انا اتشطر على المقاول او السبلاير او العامل او ايا كان اللي عندي. من احسن الحاجات في الاستراتيجي اللي بتخلي فكره السبلاي تشين ناجحه جدا فكره الوين وين. الناس استمراريتها بتبدا معاك، انت النهارده بتكون علاقاتك مع الناس. الراجل انت هو بالنسبه لك شريك، فبيكسب معاك في المشروع ده، هيدخل معاك مشروع بعده. فكره الهيت اند ران اللي دايما شغاله معانا، لا والله انا هجيب اخر سعر بالنسبه للمورد ده واقرص عليه واوعده ان انا هعوضها لك في شغلانه تانيه، انا عندي شغلانه تانيه كبيره جدا والكلام ده كله، خلصت المصلحه. طيب هاجي ان انا احتاج للريسورس ده تاني، ومفيش الوين وين ديلز او مفيش المصداقيه، مفيش التوافر، الكلام ده كله، انا كده خسران مش كسبان. فمن الحاجات اللي دايما في الاستراتيجيات اللي المفروض اصلا تشتغل بالشغل بتاعك فكره ان انت دايما الناس نقلب الكرسي ونقعد مكانه. انا الراجل ده عشان ينجح معايا لازم يكون كسبان بشكل ما معين. اه انا من مهاراتي ان انا بوصل لاحسن ديل، بس الديل اللي هو انا هو فيه كسبانين. ما ينفعش الوين لوز او اللوز وين. دايما من الحاجات الاستراتيجيات الفاشله جدا بالنسبه للشغل. طيب فكره السبلاي تشين سسبنشن، الاستدامه. الاستدامه بيبقى دايما فيها اشهر عنصرين. فكره الريديوسنج للتايم، يعني انا النهارده عندي حاجات عاوز اوصلها في وقت معين. لو مفيش فكره الافيليتي اللي قدامها وان انا عندي الاستدامه وعندي عناصر الوين وين وعندي الاكتر تنوع المصادر بتاعتي والكلام ده كله، بضطر ان انا اوزع المصادر بتاعتي على وقت. يعني انا النهارده عاوز اقلل، عندي 5000 عنصر عاوز اوردهم في المشروع يوم 5 ديسمبر. طب انا عندي مورد واحد وقال لي مش هعرف اوفر لك الكلام ده غير في يناير السنه الجايه، هيبقى ايه الموضوع؟ لو عندي اكتر من فيندور وعلاقتي معاهم جيده، هقدر ان انا اوزع عليهم ال 500 ولا ال 5000 عنصر ده ما بينهم بنفس الاسعار والكلام ده كله، بقدر اجيبهم في الوقت اللي انا محدده. فكره ان انا اقدر اصلا اعمل الميت ريجوليتيشن، ان انا البي السبيكس واللوائح والكلام ده كله، من الحاجات برضو اللي بتخلي السبلاي تشين ليه شكل من اشكال الاستدامه.
من الحاجات المهمه جدا فكره الكواليتي او الافشنسي والكوست ريدكشن. احنا قلنا في البدايه ان فكره اصلا السبلاي تشين قايمه على هدفين، اللي هو الكوست ريدكشن والكاستمر ساتسفيكشن. انا النهارده لو عندي استراتيجيات ناجحه زي الحاجات العناصر اللي اتكلمنا فيها الاربعه اللي قبل كده، بقدر ان انا اعمل امبروف للبروسيس بتاعتي، بقدر ان انا يكون عندي اداره اصلا لفكره الكواليتي. يعني حاجه النهارده ان انا ابني علاقات مع فيندورز جديده، بقدر ان انا بشطارتي اعتمدهم في البنود وبيحققوا نفس المواصفه، فالناس دي انا بفتح لهم سوق جديد وبستفيد النهارده ان المفروض بيدوني نفس الجوده بس باسعار اقل. فدي من الحاجات اللي دايما بتخلي السبلاي تشين ليه شكل من اشكال الاستراتيجيات الناجحه. السلايد ده مفهوم ولا في حاجه ساقطه مننا يا جماعه؟ انا يا باشمهندس. طيب، بالنسبه للعنصر بعد كده في المانجمنت بلان بتاعتنا، فكره الرولز والمسؤوليات والاسيوريتي المين. الشكل اللي قدامكم ده من الحاجات المشهوره جدا، اسمها راسيت شارت. راسيت شارت جايه من اختصار للريسبونسبل والاكونتبل والكونسلتد والانفورمد. احنا دايما عندنا الحاجات اللي فيها مشاكل كبيره قوي دايما في الشغل، فكره التسميه، مين هيبقى مسؤول، مين هيبقى يتحاسب، مين هستشيره، مين هبلغه بس. طيب، لو مش معروف من اول يوم، آه، استاذنكم المايك لو سمحت، ان التاسك الفلاني، يعني انا النهارده مين اللي هياخد مرحله الانجينيرنج ويروح النهارده يدرس الباكج ويطلع لي الماتيريال ليست، ومين اللي هيتحاسب على المخرجات بتاعته ويراجع وراه، مين اللي هقدر استشيره في التاسك ده، ومين اللي هبلغه بنتائج التاسك ده. فكره توزيع المسؤوليات والادوار وفكره مين يكون يعني يتحاسب كمان على المخرجات دي، احنا دايما للاسف بنشيلها لبعض. يعني دايما بنتهرب من الجزء ده لانه مش معمول له اصلا بلان. لكن لو احنا بنعمل له رولز وريسبونسبيلتي واثوريتي واضحه، يعني النهارده والله انا امر الشراء هيخرج من باشمهندس عمرو، هو المسؤول عن التاسك ده، والمفروض يعني طبقا للديفينيشن او الكلام ده كله، هو المفروض يكون ما ينفعش يقل عن واحد يكون مسؤول. طيب اللي بعده، المدير اللي فوقه الباشمهندس عمرو، باشمهندس اسامه، هو اللي بيتحاسب على مخرجات المهندس عمرو. هو اي نعم عامل له ديليجيشن كامل للورك ده والتاسك ده والكلام ده كله عشان يحقق الديماند بشكل ناجح، بس في النهايه هو اللي بيمونيتور وبيفولو الكلام ده كله بشكل واقع. يبقى احنا النهارده قلنا مهندس عمرو مسؤول، مهندس اسامه هو المونيتور والفولو اب بتاعه وهو اللي مسؤول عن تحقيق الديماند ده. طيب، عيننا مهندسه مروه هي الاستشاري اللي بيرجعوا له، والله احنا مش عارفين نحقق الكومبلين، مش لاقيين ريسورس تستشير علينا مين. فكره الكونسلتنت من الحاجات اللي دايما فيها مرونه، يعني مش شرط يكون شخص واحد، ممكن يكون اكتر من حد، ممكن يكون استاذ محمد، مهندسه مروه، اكس واي، ايا كان. طيب، احنا بعد ما بنخلص الرولز دي كلها المفروض ننفورمد مين؟ يعني انا عندي، احنا خدنا التاسكايه دي، اعتمدنا ماتيريال معينه، عملنا عليها كومبلاين، اخترنا كذا فيندور، والمدير قال تمام، والاستشاري اللي بناخد رأيه في الحاجات دي سواء موجود او لا اصلا الدنيا زي الفل. طب انا هبلغ المكتب الفني ان انا اعتمدت الماتيريال دي، وهبلغ الراجل بتاع المشتريات خد الاعتماد ده، والراجل بتاع المخازن انا بقى عندي المواد دي المفروض هتوصل لك في التوقيت المعين. فكرة توزيع الأدوار والمسؤوليات من الحاجات طالما هي محددة ومسؤولة ومعروف مين بيفولو مين بيأساين مين، ومين بيتحاسب على المخرجات دي سواء بنجاحها أو بفشلها، من الحاجات اللي بتنجح أي منظومة سواء السبلاي تشين أو غيرها. فدي دايما من الحاجات اللي احنا لازم نحطها معانا في المانجمنت بلان بالنسبة للسبلاي تشين. من الحاجات المهمة جدا معانا في فكرة المعنيين والتري شورد بتاعهم. طيب، انا النهارده المعنيين او كلمه ستيك هولدر عموما هي اي حد بيأثر او يتأثر بالعمليه كلها. يعني انا النهارده الموظف، المورد، الاستشاري، الراجل بتاع المخازن، العماله اللي بتنزل، كل دول المفروض بيكونوا محددين مين هيكون دوره ايه ومعني بايه والكلام ده كله. طيب، لو هناخدها كمثال، احنا بنتكلم على ماتيريال عاوز اعتمدها. طيب، مين اللي هيعتمد الماتيريال دي؟
وهيدخل على الاستشاري هو عارف ان الراجل ده اتيتيودو شكله كذا وثقافته كذا. في ناس مثلا جايين من الخليج ما يعرفش شركات معينه، حاجات مثلا زي الايبوكسي مثلا. لو قلت لحضراتكم مين يعرف شركه ميباي؟ ده سؤال مثلا لحضراتكم، حد يعرف شركه اسمها ميباي؟ حضراتكم سامعيني؟ مش مهندسين؟ زي ما حضرتك. حد من حضراتكم يسمع عن شركه اسمها ميباي؟ لا حضرتك ما سمعتش انا قبل كده. طيب شركة مابي دي مثلا من أشهر الشركات العالمية في الإيبوكسي، وخصوصا الحاجات اللي بتستخدم مع المياه ومعالجة الخزانات بالنسبة ملي المستشفيات. طيب أنا الراجل اللي بيتعامل معايا عشان يعتمد الماتيريال ده طول عمره شغال في مصر أو شغال في الخليج. المادة دي بتحقق كومبلاين على السبيكس بتاعي. هو ما يعرفش مين ده ولا عمره سمع عنها، والراجل لا يا عم جيب لي باسف أو سيكا أو اكسكاليبر. فكره الراجل اللي قدامك ده اصلا مرجعيته ايه واتيتيودو ايه؟ فكره ان هو اصلا عنده قابليه ان انت تقنعه بالداتا شيت، وهعمل لك اختبارات وهجيب لك السيرتيفيكيشن والكلام ده كله. هنراجع ده مع بعض ازاي يا باشمهندس؟ طب ده هياخد منه وقت، ولا بيحتاج ان انت تناهد معاه وتقدر تعمل اسكليشن لمديره، او ان انت تدخل الاونر؟ كل دي حاجات تقدر ان انت تكسبك وتخسرك. يعني النهارده عندي ماتيريال معينه 8 اكس، وماتيريال تانية ب 2 اكس، وماتيريال تالتة ب 3 اكس. لما انا اكون عارف انا هدخل اعتمد المادة دي وليه ومع مين، وثقافة اللي بتكلم معاه ده، شكل المنتج اللي اقدر اقنعه بيه ازاي، او الهدف بتاعي ده ازاي، من الحاجات اللي بتفرق جدا. طيب بنرجع بعد كده لفكرة الابروفال بتاع المعنيين. طيب انا الناس دي اول حاجة دايما فكرة مصلحة العميل او فكرة مصلحة المشروع. طب انا الشراكات اللي بعملها مع الموزعين والموردين بتوعي والشركات، في شركات بتدخل والله معاك انا في ظهرك، انا هعمل برزنتيشن للشغل بتاعي وهندخل نقنع الاستشاري مع بعض. سيب لي الطلعه دي خالص يا باشمهندس، انا هخش انا اخلص مع الاستشاري، انا هعرف اجيب لك الحاجه لغايه عندك وانا مسؤول عنها. ده راجل بيريليف ليك كده النهارده جزء من السكوب. فدي شراكه استراتيجيه. الراجل بيحقق السبيكس ودايما حاطط العميل بتاعك في اولوياته. ففكره شكل الابروفال ومين بيتعامل معاه والتخطيط ليه والكلام ده كله من الحاجات برضو اللي مهمه جدا في التعامل مع المعنيين. طيب من الحاجات برضو النقطه الثالثه في التعامل مع المعنيين والماتيريال. انا النهارده الحاجات الامبيدد والحاجات الاكسبوزد، فكره ان انا النهارده اختياري للماتيريال او للخدمه او للمقاول، الحاجات ان انا هستخدمها امبيدد مثلا النهارده في مكان معين. النهارده عندي عنصرين، عنصر النهارده فيه سيفنج مثلا 2 جنيه في كل متر، بس ده حاجه هتبقى مدفونه جوه الحيطه او جوه خرسانه. ففكره الخطر او الريسك اللي يترتب ان هي يكون فيها عيوب صناعه او الكلام ده كله، فكره الكواليتي او الريورك هيكلفني كتير. ففكره ان انا يكون عندي ثقافه استخدام الخامه حتى لو هتكلفني عن عنصر تاني، ده من الحاجات المهمه جدا. على عكس لو حاجه اكسبوزد فانا شايفها، فانا ممكن والله في المواسير البي في سي او الامبت كوندوت اللي هتبقى ماشيه في السقف، لا والله ممكن اجيب من شركه لسه في السوق جديده او الكلام ده كله. ما الحاجه لو هي ظاهره قدامي لو فيها مشكله، دي حاجات من الحاجات اللي اقدر الاحظها واقدر اعمل عليها كنترول. الحاجات الرابعه الفاليو فور تايم والماني. طيب انا النهارده لو عندي من الكومباريزون بتاعي عندي 4 موردين، وانا التايم بتاعي في ديسمبر اقل سعر فيهم، بس انا من التعامل مع الراجل اللي هو اقل سعر واقل كل حاجه واخترت عليه، الراجل ده مش هيوصل لي الحاجه في ميعادها. الحاجه بتاعته بتيجي مثلا من امريكا مع الظروف بتاعه الدولار والشحن والكلام ده كله فيتاخر. طيب باجي اشوف ان التاخير ده البنالتي بتاعته الغرامات، والعنصر ده الريليز عليه بند هيبقى ستارت اكتيفيتي وراه بقد ايه؟
عندي فلوتنج ولا ما عنديش فلوتنج. طيب والله ان الراجل ده تاخيره هيتوقع عليا غرامات مثلا في المشروع ب 2 اكس، وانا كل اللي اصلا عامله سيفنج اكس، فالطبيعي ان انا اروح اجيب حاجه اوفر لها باكس واخد عليها بنالتي 2 اكس، واخر وراها ريليز خامات ومواد واكتيفيتي هتبقى عامله عندي شورتج في الكاش فلو والكلام ده كله. فدايما لازم يبقى عندي فكره الفاليو تايم والفاليو ماني. انا التكلفه هتروح بيا لفين؟ الموضوع مش اعتباطا وخلاص، لازم اكون انا عارف انا التايمنج امتى، وايه الاشتراطات التعاقديه، وايه الريليز لكل حاجه انا بدخلها، والتعامل فيها مع المعنيين. السلايد ده لو في اي حد عنده اسئله انا تحت امرك. حد عنده اسئله في السلايد ده ولا ندخل على السلايد اللي بعده؟ لا نرى بالفرنسي. احنا عندنا السلايد اللي بعده من الحاجات اللي مكونه للمانجمنت بلان فكره التمبلز. انا التمبلز من الحاجات المهمه جدا في استخداماتها. يعني عندي والله البرشيزنج ريكوست، شكل التمبل مكوناته ايه؟ الكوانتيتي، التوصيف، الريكويرمنت، هيبقى اون تراك ولا مش اون تراك، الكلام ده كله. بس المايك لو سمحت. ده شكل من اشكال الطلب الشراء مثلا، والله انا بحط فيه، ده اسمه تمبل، ده نموذج. بحط له كود الصنف بتاعي، انا محتاج صنف نوعه ايه، الوحده بتاعته متر ولا كيلو ولا طن، الكوانتيتي بتاعته شكلها ايه، هستخدمها فين، طب عندي رصيد للمخازن بتاعتها ولا لا، المفروض اوردها امتى، المفروض ده مطابق للبرنامج الزمني ولا لا، الكود بتاع التكاليف بتاعتها، اي نوتس عندي بكتبها. فده شكل من اشكال النماذج اللي بنتكلم عليها. النماذج برضو بتوضح مين بيطلع النموذج ده اصلا، مين بيعتمده، مين اللي هوقعه عليه. يعني عندي المكتب الفني، وعندي التكاليف، وعندي مدير التنفيذ، مدير المنطقة، المخازن. فالنماذج من الحاجات اللي بتوضح لي انا هعمل ايه، وايه مكونات كل نموذج، وبيأدي الغرض بتاعه ولا لا. يعني عندي مثلا برشيزنج اوردر هيطلع من مين، ومين اللي هيستقبل البرشيزنج اوردر، مين اللي هيدي الابروفرز بتاعته، طب مين اللي هيتابع البرشيزنج اوردر ده لغايه ما يبقى دليفري. كل ده المفروض يكون موضح عندي في النماذج. طيب انا من الحاجات اللي بعملها في التمبلز برضو عناصر التقييم، الكي بي ايز بتاعت عندي نموذج تقييم للمقاول، للمورد، للعماله. الراجل ده النهارده سلوكياته، التزاماته، معدلاته، دنيته شكلها ازاي. فلازم يكون عندي في النماذج اللي بستخدمها شكل من اشكال الكي بي ايز لكل الكونتين بتاع العمليات عندي. من الحاجات برضو اللي بنعمل لها نماذج الانفنتوري ليست. يعني النهارده المخازن عندي شكل نموذج الصرف، طب نموذج الاستلام، نموذج الاضافه، نموذج الكميات بفصلها ازاي، الاكسبيري ديت، الكباستي بتاعه الانفنتوري عندي. فالنماذج هي نوع من انواع المتطلبات اللي بتوضح كل عمليه عندي من مسؤولياتها، بصلاحياتها، بمخرجاتها ايه، من والى. فهي من الحاجات المهمه جدا في الخطه بتاعتي. انا بعد كده التكنيك اللي بستخدمه، السلايد اللي فات ده يا جماعه في حد عنده اسئله؟ نرى بالفرنسي. طيب الجزء الاخير بتاع التكنيك اللي بستخدمه، احنا كنا بنتكلم دلوقتي ان احنا والله عندنا كل شركه ليها سيستم. انا في شركات ما عندهاش اي ار بي، في شركات ما عندهاش اوراكل ولا ساب. طب النهارده هنسيبها كده من غير اي حاجه تكنيك نشتغل بيه، فبنرجع مثلا لعمليه زي موضوع ان انا يبقى عندي دي سي، شغل مانوال، بيستلم الداتا، هو عارف بيستلمها من مين، مين اللي بيديله الابروف بتاعها، مين ايه الاتاتش اللي بتبقى موجوده في الطلبات بتاعتي، بتتلوج ازاي، الاكسبايري بتاع الداتا دي كل سنه. يعني حاجات من الحاجات المهمه، مثلا لو بنقول عندي والله فيندور ليست او فيندور لوج،
ده بعمل له ابديت كل قد ايه؟ والله الحاجات دي بتبقى مكونه من اسم الشركه وعنوانها والويب سايت بتاعها، ايه الكتالوجات اللي بينتجوها، ما الى ذلك. في شركات بتعمل كل ابديت للحاجات بتاعتها كل 6 شهور. في حاجات زي الناس بتوع السلوك السويدي والكلام ده كله بيعمل ابديت للبرودكت بتاعته والكلام ده كله تقريبا كل فتره شهر. طب لو عندي حاجه زي الاي ار بي، لا هو انا والله عندي سيستم، والاركل عندي سيستم بيبقى الانبوت بتاعته شكلها كذا والاوتبوت شكله ازاي. فالتكنيك ده بيفرق من شركه للتانيه. انا همشي ازاي المنظومه بتاعتي بمخرجاتها ومدخلاتها طبقا للي موجود. الفكره ان ما ينفعش ما يكونش فيه اصلا تكنيك لاداره المستندات او اداره منظومه التواصل، انفورميشن مانجمنت بلان يعني. من الحاجات المهمه جدا فكره التايمنج والفاندنج. انا في السبلاي تشين من الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الاول فكره الكاش. انا النهارده هنمسك موضوع الفاندنج. انا الكاش اوت اللي هيخرج عندي بالنسبه لكل الاناليسز والتخطيط بتاعي شكله ايه، وهيجي امتى. يعني الكاش اوت ده هيطلع، طب انا هاخده ماتيريال اون سايت امتى، وباخد برسنتج قد ايه، البرسنتج دي تمثل لي كاش قد ايه، كاش ان ازاي. يعني هفترض النهارده وانا في الاناليسز بتاعتي بعمل ان انا النهارده عندي هشتري حديد، انا هسحب للعنصر ده 500 طن، بس انا اشتريت 1000. ليه؟ انا والله الكاش اوت اللي خرجته دلوقتي عرفت ان انا اعمل ديل كويس على كميه الحديد دي، فطلعت كاش اوت عليهم، وعملت بلان ان انا هاخد 500 طن تشغيل، و500 طن هاخدهم حاجه اسمها ماتيريال اونساين تشوينات. فبقى عندي الكاش ان بتاعي انا معمول له خطه ان انا اعرف اخطي فيه ازاي الكاش اوت بتاعي. يعني فكره اداره الكاش والباور بتاعي مع الكوانتيتي ومع الاناليسيس بتاعتي تفرق كتير جدا. طيب فكره التايمنج، انا النهارده عندي من العمليات المهمه جدا فكره الميك اور باي اناليسيس. الميك باي اناليسيس بالنسبه للسبلاي تشين مهمه جدا في كل التفاصيل. يعني انا النهارده البنود الفلانيه عندي مثلا حاجه زي الخرسانات. الخرسانات دي انا هنفذها ذاتي، عندي القدره على تنفيذ ده ذاتي بمعداتي بالخشب بتاعي بشدتي. طب عندي حاجات زي الالكتروميكانيكال، عندي عماله مدربه تقدر تخلص شغل الفيرست فيكس والسكند فيكس وبكام؟ عندي ما يكفي من معدات واعداد والكلام ده اقدر من ده لنفسي. ده عمليه الميك. طيب انا لقيت ان انا مش هقدر انفذ ده بشكل ذاتي، فبروح لعمليه الباي. عمليه الباي دي ان انا بشتري الخدمات من المقاول او السبلاير. والله انا عاوز منك الخدمه الفلانيه دي بتكلفه قد كده. في طريقه تانية اسمها الهايبرد، دي بتكون حاجه ما بين الميك والباي. يعني انا النهارده والله يبقى عندي شده معدنيه، وبجيب الحديد وبجيب الاسمنت وبجيب الخرسانه والكلام ده كله، بس انت هتبقى باي معايا في ايه؟ انا بشتري خدمات مصنعيات بس. فهي الموضوع لازم يبقى ليه تخطيط بوقته قد ايه، وانا هصرف ده ازاي، وعندي القدره على ايه، فلازم ابقى عارف قدراتي. بعمل بعد كده السلايد اللي فات ده يا جماعه في حاجه واضحه وحاجه مش واضحه نتكلم فيها. تمام مش مشكلة. انا بعمل حاجه زي الورك بريك داون كده بالنسبه للسبلاي تشين. السبلاي تشين انا عندي من الحاجات الاربع عناصر اللي هي بتاثر معايا في السبلاي تشين حاجات تكنيكال. تكنيكال منها وانا بعمل البلاننج بتاعي لازم ابقى معرف انا نطاق العمل بتاعي شكله ايه، متطلباته بتعرفها ازاي، عامل لها الاستيميشن المطلوب، الاسيومشن، الكونسترين، عندي ريسك من الحاجات التكنيكال بالاختبارات بتاعتها ولا لا، انا همشي التكنيكال بروسيس بتاعي ازاي، عندي تكنولوجيا هقدر استخدمها هتبقى مفيده معايا ولا لا، الانترفيس اصلا بتاع الحاجات التكنيكال ده المشروع ده فيه بيم ولا ما فيهوش بيم. طب انا النهارده هيبقى لود كام من البيم، هستخدمه معايا من مرحله البلاننج ولا هاجي اشغله معايا في مرحله البريكيورمنت ولا اشغله ازاي. العنصر المهم جدا برضو معانا المانجمنت. طب انا التشغيل بتاع السبلاي تشين هيبقى على قد مشروع واحد ولا قد بروتوفايل. البروجرام هنا مش مقصود بيه تطبيق او كده، البروجرام مقصود بيه اي مؤسسة بتملك من حجم المشاريع بيبقوا تحت بروجرام. يعني البرنامج هو اكتر من مشروعين او اكتر. البروتوفايل ده حاجه محفظه، ده حاجه بقى اللي هو انا عندي
محفظه في الشغل بتاعي ما بين عندي مصنع وعندي مشروع وعندي سيرفيسز. فالبروتوفايل بتبقى هي مكونه من اكتر من بروجرام، اما البروجرام هو اكتر من مشروع. طب انا هدير العلاقات ما بين المشاريع دي ازاي، او البروجرامز دي ازاي، او البروتوفايل ازاي؟ طيب هدير برضو الريسك بتاع السبلاي تشين ازاي. يعني انا النهارده مثلا، احنا كلنا لقينا النهارده ان الكروت الديبت بتاعتنا كلها وقفت، مش هينفع نشتري حاجه بالدولار. طب ده خطر. طب انا النهارده عندي سيرفر مثلا بدفع له بتاع الميل، حاجه زي جو دادي او الحاجات دي، بدفع لها والله بالديبت كارد. طب انا النهارده الريسك ده هيترتب عليه تكلفه زياده، انا مش هينفع، لازم يكون عندي كريدت كارد. فعشان اروح اعمل ده هيأدي بيها تكلفه زياده. فده ريسك لازم اخده معايا في البريك داون بتاعي وانا بخطط السبلاي تشين. من الحاجات المهمه جدا فكره الاورجنايزيشن. انا والله النهارده عندي البلاننج، ومين هيبقى مسؤول عنه، والمخرجات بتاعته شكلها ازاي، وهيريبورت لمين، ومين هيفولو مين، وده هيدي الحاجات دي للبريكيورمنت ازاي، وكم واحد، وخبراتهم ازاي، وشكل السكيل الاداري بتاعهم. الكوميونيكيشن هيتواصلوا من خلال معاملات، زي احنا التواصل ما بيننا وبين بعض هيبقى بالميل، ولا هيبقى من خلال الورق، واخد منك ريسيفد وسنت والكلام ده كله، ولا ممكن نتعامل على الواتساب، ولا ممكن مكالمات تليفونيه. لازم ده ابقى حاطه معايا في طريقه البريك داون للمانجمنت. عندي من الحاجات المهمه جدا فكره الكوميرشال. انا من الحاجات المهمه جدا فكره العقود، الاشتراطات التعاقديه، او الاشتراطات اللي بتخليني دايما ملم بفكره ان الحاجه دي انا ايه المسؤوليات اللي عليا، وايه الليابيلتي اللي على الطرف الاخر. انا الانترنال بريكيورمنت بتاعي هعمله كل شهر، كل اسبوعين. طب عندي قد ايه سبلاير، الفندور، عندي معاملات مخاطر زي تغيير قانون معين، المالك والله جه النهارده الاستابيليتي بتاعته، فكره الجوين فينشر. انا النهارده في حاجه مش هقدر احققها لوحدي، يعني انا النهارده في حاجات مهندس عمرو بيقدر يعملها كويس، وانا عندي في المشروع احتياج للكلام ده كله، بس مش هعرف اجيبها غير من عند المهندس عمرو. طب تعالى يا مهندس عمرو ادخل معايا جوين فينشر في الحته دي، نغطيها مع بعض في الكوميرشال، ندخل احنا الاثنين شراكه. المعاملات الخارجيه من الحاجات اللي بتاثر جدا في السبلاي تشين. يعني النهارده لو حصل عندي اي تعديل في العمله، اي تغيير في قوانين الريت بتاعه البنوك، اي تغيير النهارده في اللوجيستيك، عندي الحاجات برضو اللي بتاثر قوي فكره الطقس. انا النهارده والله الخامات كنت ان انا اعملها في ديسمبر، ديسمبر ده معروف عنه فيه مطر، فوالله مش هقدر ادخل الحاجات دي غير بشكل ليه كونديشن معين. طب القوانين، انا والله النهارده بحفر في منطقه كنت برمي مخلفات في المكان الفلاني، وعملت ان انا هعمله مع المهندس اسامه بالتكلفه الفلانيه، طلع في اي قوانين تعدل الكلام ده كله، لا ده انت لازم ترمي في مقلب عمومي بتكلفه معينه. فلو انا مش حاطط كل الريسورسز دي معايا وعامل لها بريك داون، مين هيبقى ازاي وليه، وحاطط كل الاحتمالات ده معايا، من الحاجات اللي هي بتخلي كل حاجه من الاربع عناصر، ان كانت تكنيكال ولا مانجيريال ولا كوميرشال او عامل خارجيه زي العمله والقوانين والطقس، تغير المصادر او تغير القوى زي الثورات وزي الفيضانات والكلام ده كله، لو ما بعملش حاجه للوزر انستجرام، الكلام ده كله من الحاجات اللي ممكن تقلب لي اي خطه من الخطط بتاعتي. احنا كده خلصنا السلايدز كلها بشكل عام، وحابب اشوف اي استفسارات عند حضراتكم. ومعانا وقت، احنا ممكن نعمل زي مثال بسيط كده من اول التخطيط لغاية قفل المشروع. فناخد الأسئلة الأول، وبعد كده ممكن نشتغل مثال مع بعض. الله ينور على حضرتك يا باشمهندس مبدئيا يعني. نعم. الله ينور على حضرتك مبدئيا. الله يبارك في حضرتك. انا كان عندي استفسار يا باشمهندس. اتفضل. دلوقتي الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي عامه تمام. هيبقى ليه دخل في السبلاي تشين في الفتره اللي جايه؟ طيب انت خايف من فكرة ان هو يحل مكاننا يعني؟ لا هو مش بالظبط يا باشمهندس، هو في حاجات هو هيبقى موجود بس مش هيحل مكاننا بنسبه 100%. يعني بس انا اه بتكلم يعني ده ممكن يبقى مثلا في ال 10 سنين الجايه ممكن يبقى موجود. طيب
هو انا موضوع المحاضره دي بشكر الاول بي ام اي مانجمنت على الدعوه الكريمه دي. من الحاجات اللي دايما بتخلي فيه ستابيليتي في اي شغل انت بتشتغل فيه فكره تنوع المصادر وتنوع التعليم. انا النهارده والله السبلاي تشين ده بيبقى مثلا جواه يا استاذ محمد اكتر من حاجه. انا فكره الديورابيلتي عندي ان انا بعرف اشتغل بريكيورمنت، بعرف اشتغل برشيزنج، بقدر اشتغل مخازن، عامل ابديتد دايما لكل نوليدج، باخد تمام. السيرتيفايد وباخد الكواليفايد المعين. انا النهارده بقدر استخدم الذكاء الاصطناعي اصلا في شغل ولا لا؟ يعني انت النهارده لو حاجه زي بين بتاعه مايكروسوفت بتنزل والله عندهم شات جي بي تي 4. انا النهارده لو ممكن تستخدمه ان انت بتسرع شغلك وبتعمل اناليسز لعمليات الشراء بتاعتك وانت شغال في المشتريات. الحاجه دي النهارده سعرها بيتغير، بيديك تطلب منه انه يعمل لك ريمارك، يقدر يديك فلو تشارت على الحاجات، يقدر يتنبأ النهارده والله النهارده الدولار انت هتشتري حاجات مثلا بالدولار، النهارده اديني والله شهر ديسمبر ده شكل معطياته شكلها ازاي. فهو الذكاء الاصطناعي هو في اساسه ان هو ماشين ليرنينج، انت بتديله دايما الانبوت. فهو مهما فهمت. وصل من اي شكل من الاشكال لازم هيبقى فكره البروسيس بتاعتنا احنا في معطيات الانبوت هو عباره عن مخرجات. هيحل؟ لا يعني حتى لو هياخد جزء من اماكن الوظائف ما نقدرش يبقى فيه استغناء تام ليه. لذلك هو المفروض مننا ان احنا ننوع دايما مصادر الاكسبيرينس والنولج بتاعتنا، بحيث ان انت برضو ما تبقاش لو في جزء من الوقت بدأ ان في استغناء عن بعض المهام بتاعتك ان انت بتنوع دايما وبتاخد بالاسباب. طبيعي، ما انا بقول لحضرتك يعني مثلا واحد شغال مثلا في الصناعه، قلوب الصناعه نفسه يعني بعيد عن المخازن وبعيد عن الآلية وبعيد عن الإدارية. بالرغم من كده برضه بيحاول يتعلم كل العلوم اللي جنب المؤسسه بتاعته، بيحاول يتعلمها كلها يعني. بص يا باشمهندس، انا ليا حد من قرايبي في امريكا مهندس برمجه شغال في مايكروسوفت، ويعني اه. احنا كلنا بنقول يا ريت نتعلم برمجه. والله الناس جم ايوه استغنوا طبعا. عن 1200 مهندس شغالين في قسم معين، اه. واستغنوا عنهم بالاي اي. طيب الناس دي النهارده لو هو بيشتغل مثلا لغه من لغات البرمجه حاجه زي البايثون، لو هو ما عندوش بيعرف يشتغل سايبر شوت، بيشتغل اتش تي ام ال فرونت اوفيس او كلام من ده، هو انتهى. يعني ما هو الفكره برضو اكيد. احنا كبشر من الحاجات اللي النعم اللي ربنا اداها لنا فكره التعامل مع المعطيات. صح. هو النهارده مجالي والله بقى النهارده اصحاب المصانع من الحاجات اللي هي السبلاي تشين اصلا هدفها فكره تعظيم المنافع. انا النهارده بعمل كوست ريدكشن عشان اقلل في التكاليف عشان صاحب المؤسسه اللي بنعمله السبلاي تشين يكسب. فهو النهارده طبيعي هيلاقي النهارده انا في تولز معينه عندي 10 موظفين هخليهم اتنين بس. ففكره الانسكيور او الضمان لاي حاجه حد يقدر يضمنها لك يعني اعوذ بالله ما اعتقدش حد يقدر يضمن حد. لا، انت بناخد بالاسباب، بتنوع لا بس انا مصادر اول اسباب دايما. بنتعلم صح فعلا. فانت دايما لازم يبقى فيه تنوع لفكره وتقدر تتعامل مع الموضوع بشكل من اشكال المرونه. انا مش هقدر اقف ايوه. على حاجه معينه. انا حابب اخد اي اسئله خاصه عشان ممكن نعمل مثال مع بعض كده من اول اناليسز والبلاننج لغايه اما نوصل لاخر مرحله. احنا برضو اتكلمنا تقريبا في عجاله عن اغلب الامور، فلو في حاجه برضو مش واضحه لحضراتكم انا يعني الاسئله هتفيدنا كلنا. طب بالنسبه هو انا مش سامع حضرتك. كنت حضرتك بتتكلم على نقطه بتاعت الاستيراد. يعني نقطه مثلا لو الاستيراد. حضرتك يعني بتشتري كولارات، الاستيراد بتشتري مثلا بملايين شدرات او كولارات او الكلام ده كله. طب افرض ان حضرتك مثلا اشتريت في شهر 8 كان سعر الدولار كان مثلا سي مثلا مثلا 30 او 35. بعد ما حضرتك ما اشتريت واتعاقدت في نفس الاسبوع او مثلا بعديها بيومين ثلاثه سعر الدولار فرق كتير جدا، هيبقى موقف الشركه اللي حضرتك بتستورد منها هيبقى موقفها ايه؟ طيب بص انا بالنسبه للتعاقدات دايما الحاجات اللي هي بتبقى من خارج البلاد والنهارده حتى اللي جوه البلد بيأثر فيه العمله. احنا عندنا اه. النهارده لو ما فيش فكره يعني العقود من المهارات المطلوبه جدا في السبلاي تشين او فكره فهمها.
النهارده احنا لو بنعمل ديل معاك يا استاذ محمد، النهارده والله الشيلرات ثمنها مليون دولار. طيب المليون دولار دول النهارده، انا النهارده بعمل معاك في التعاقد بتاعك انت محتاج قد ايه من ثمن المليون دولار دول، البرسنتج قد ايه اللي انا هديها لك كداون بيمنت اجينست ليتر بانكينج، اخد منك والله انت محتاج يا محمد كام، عشان ما تيجي تفيش تقول لي والله انت سعر العمله اتغير. فهو السبلاير المفروض بدل فيه استدامه او تعامل دايما استراتيجي وين وين، بيلاقي مثلا والله ان انا الحاجه دي ب 600 او ب 700 الف دولار. استاذ محمد انا عاوز 70% داون بيمنت عشان اقدر اثبت اسعار، وانا هبقى اي تغير اسعار هتبقى الليابيلتي عليا انا. انت اكسبت للكلام ده كله وتدفع عشان تشيل الريسك، ما دام الريسك اساينمنت انت بتدرس الريسك بتاعك. تمام. انا النهارده ادفع ال 700 دول كاش ان زي ما ده التايمنج برضو، يعني ده من الحاجات اللي احنا قلنا ليها فكره الفاندنج والتايمنج. هطلع الكاش ان ده، هي كاش اوت اسف، هطلع ال 700 الف دولار دول، بس الحاجه هتبقى بمليون دولار. ولا لا انا والله هديك ادفانس داون بيمنت 30%، ولو اسعار اتحركت اقوم بقى بمليون ونص. فهي الموضوع بيرجع دايما يا استاذ محمد لفكره الاناليسز، انا مخطط اه للموضوع ده ازاي. في حاجات نسبه المكون الدولاري فيها متغير كبير، انت بتبقى واخد الريسك، لا انا لازم في الحته دي هفند وابقى عشان التايمنج مش في صالحي. دلوقتي كل السبلاير وكل مانفاكتشر بيقول لك والله انا عاوز 60 80% عشان اقدر اثبت. تمام، الله ينور. الله ينور. اي حد عنده اسئله تانيه يا جماعه؟ باشمهندس ضياء انا ما سمعتش صوتك خالص. واستاذ محمد عبد الغفار، يعني حابب اسمع لو باشمهندسه ولاء. مفيش حد عنده اسئله خالص؟ طب حد عنده اسئله في مرحله معينه من الاربع مراحل بتوع السبلاي تشين: البلاننج، البريكيورمنت، الانفنتوري، اللوجيستيك؟ أنا عندي سؤال عن الانفنتوري how to manage the inventory of factory like concrete factory pre stressed. تمام. طيب انت حجم المخرجات بتاعتك والبلاننج بتاعك، يعني النهارده من المصانع المشهوره مثلا المصريه الفرنسيه او كونكريت بلس او الكلام ده كله. طيب الانفنتوري بتاعي انا النهارده بيبقى دور تو دور، ولا ببقى ان وير هاوس لوقت معين؟ يعني النهارده انا خط الانتاج بتاعي، انا الحاجه دي متباعه وعندي كل يوم بنتج مثلا هقول 1000 متر خرسانه، عندي 700 منهم والكباستي بتاعت الوير هاوس بتاعتي 300، فانا كده في السيف سايد. ولا ان انا بشترط على الكلاينت بتاعي ان انا هدي لك الحاجات دي على دفعات؟ يعني فكره النهارده اللايت البريكاست والكلام ده كله بيحتاج اماكن كبيره جدا، هي نقطه الكباستي وادارتها لازم يبقى من الحاجات في الكونديشن تيرم. انا النهارده يعني هي من الحاجات الفلو في السبلاي تشين، في حاجه اسمها ميك تو اوردر وميك تو ستوك. يعني انا بصنع عشان يبقى عندي ستوك زي بتوع المسامير وزي بتوع الحديد، ولا ميك تو اوردر؟ بالنسبه للبريكاست والكلام ده كله ميك تو اوردر. فانا بالنسبه لي النهارده مش هينفع ميك تو ستوك، لان هو السايزنج والاجهاد وكل الحاجات بتاعت المتطلبات دي الوير هاوس بتاعي استحاله اجيب له كباستي منين. فاحنا بالنسبه للكونكريت وال والبريكاست بنشتغل بميثود اسمها ميك تو اوردر. انا عندي النهارده طلبيات بشكل معين بكميه معينه راح بعمل لها النهارده بلان، انا كل يوم هنتج قد ايه، هيبقى عندي في الوير هاوس بتاعي كميه قد ايه، وبتخرج في وقت قد ايه. لو مش عامل ده يبقى انا بخسر، لان انا النهارده فكره ان انا الكاش اوت اللي خرج من عندي وهيبقى تكلفة المخزن
وتكلفه الحفاظ على سلامه البريكاست ده بمتطلباته تكلفه ضخمه. فاحنا هنا بنبعد عن كل الهاصل ده وبنشتغل بحاجه اسمها ميك تو اوردر. يعني انا عندي النهارده شهر نوفمبر جاي، عارف انا هميكت كام، يعني هميك كام اوردر، وبكوانتيتي قد ايه، وهيخرج ازاي. طب ايه اللي هيفضل عندي في درجه الجفاف، وايه اللي هيخرج على طول ويشتغل على المشروع. فدي استراتيجي، فلازم تكون معايا من اول البلاننج. فالبلاننج ريليز للانفنتوري. واضحه يا باشمهندس ولا في حاجه مش واضحه؟ لا تمام، نقطة كويسة. يعني هي انا عندي ميثود كتير. انا للاسف برضو الوقت مش سامح ان احنا نتكلم على الفلوز بتاعه يعني انا عندي اكتر من فلو بالنسبه للسبلاي تشين. في حاجات اسمها كاستمايز اوردر، وفي حاجه اسمها ميك تو اوردر، وفي حاجه اسمها ميك تو ستوك بشكل عام كده، وفي حاجه اسمها انجينيرنج تو اوردر. يعني انا بعمل سبيشاليزد اوردر بيتعمل لي انجينيرنج ليه. يعني هو حاجه معينه، عربيه زي مثلا الروز رايس، هي عربيه بتنتج من المنتج المعين 3 عربيات، فدي بتعمل لها شكل من اشكال انجينيرنج. يعني السبلاي تشين مش بالشكل البسيط قوي اللي احنا بنتكلم فيه، احنا يعتبر بنتكلم بشكل هليكوبتر فيو. من اهم الحاجات اللي بتبقى في السبلاي تشين فكر الاستراتيجي بتاع الفلو. يعني انا النهارده هميك ستوك زي بتوع الحديد وزي بتوع المواسير وزي الكلام ده كله، ما عنديش مشكله. انا في ماتيريال وفي الديميند بتاعي، انا حاجتي هعرف ابيعها، عليها طلب وسحب عالي جدا في السوق، فايش مش مشكله هعمل لها ميك ستوك. احنا في المقاولات وبالنسبه للبري كاست والكلام ده بنشتغل بطريقه اسمها ميك تو اوردر. انا على قد حجم الانتاج اللي انا متارجته وعامل له بلان هنتج، مش اكتر من كده. هي النقطه دي من النقط المهمه ومحتاجه وقت طويل. فلو في محاضره تانية ان شاء الله ممكن نتكلم على موضوع الفلو بشكل كبير ويبقى فيها وقت ان شاء الله يعني. اي حد عنده اسئله تانية؟ مهندسه ولا اي اسئله؟ طيب نبدا. انا هم ابص بالاسماء. اس اتش، ما اعرفش، ما تشرفناش بحضرتك او حضرتك. في اي اسئله؟ طيب باشمهندسه ولا شيخ، عند حضرتك اي استفسار او اسئله؟ مفيش، الدنيا كلها تمام. مهندس محمد ماهر، ايوه حضرتك. لا اتفضل. مفيش في حاجه اي، تمام. كل حاجه لا لا تمام. تمام ان شاء الله. طيب كل حاجه واضحه ان شاء الله تمام. مهندس محمد الشال، او يا رب اكون قارئ الاسم صح. تمام. مهندس محمد احمد. مكتوب مع حضرتك بس الله ينور على حضرتك. طيب تمام. مهندس محمد عبد الغفار، اي اسئله يا باشمهندس؟ طيب باشمهندسه مروه توفيق، في اي اسئله يا باشمهندسه؟ لا تمام يا هندسة، الله ينور. كنت عايزة أسأل بس تمام. هيبقى في محاضرة تاني قريب أو حاجة؟ ان شاء الله نحاول ندي حاجه في موضوع الفلوس، اللي هي بنقسم فيها الميك تو اوردر والميك تو ستوك والميك تو كستمايز والميك اندستريال والميك انجينيرنج. دي حاجه كبيره شويه وتفصيليه، ممكن نعمل لها محاضره لوحدها. وهم يعني ان شاء الله بيكون في كورس للسبلاي تشين بشكل تفصيلي، لان يعني هيحتاج حوالي 40 ساعه على 6 محاضرات او 7 محاضرات. هيبقى في كورس ان شاء الله من اول نوفمبر مع الاكاديميه يعني. طيب تمام، كويس جدا. هيبقى بشكل تفصيلي و يعني بالشرح الممل يعني. خلاص فان شاء اوكي الله تمام. يبقى مهتم ان هو يتابع بقيه التفاصيل، هيبقى في التفاصيل باذن الله في اول نوفمبر. تمام يا هندسة. تمام. باشمهندس اسلام اسامه. تمام يا باشمهندس، لا تمام زي الفل. طيب باشمهندس ضياء. باشمهندس عمرو. طيب احنا ممكن ندي مثال بسيط كده من مرحله التخطيط لحد المرحله النهائيه من السبلاي تشين. هناخد حاجه بسيطه خالص كده زي الخرسانه. تمام. لو عندي مثال بيقول لي انا
انتوا حضراتكم كلكم انشائي، عشان بس احنا عاوزين حاجه اقدر ان تبقى مفيده للكل. يعني احنا في حد معانا ميكانيكال او كهرباء؟ اه انا MEB. اه طيب في حد كهرباء يا تاني غير؟ هندسة. نعم. كهرباء. تمام، في حد تاني ميكانيكال معماري بعيد حتى عن كل التخصصات اللي بنقولها دي؟ يعني عاوزين نتفق ان احنا نعمل مثال كده بسيط في الاربع مراحل بشكل بسيط كده بس. مش مشكله يا باشمهندس، احنا برضو مع حضرتك، لان احنا برضو شغالين في الصناعه برضو، فاحنا بالجماعه بتوع الكهرباء والميكانيكا والانشاءات يعني. طيب هندي مثال عشان نبقى واضحين فيه مع بعض. مخرج إنارة أو مخرج باور. أنا عندي مثلا المقايسة بتاعتي أو الباكج اللي وصلتني، أنا عندي مخرج إنارة عبارة عن 3 في 1. فبقى عندي هنا السبيكس بتاعي بيقول والله أنا عندي مخرج إنارة عددهم 1000 مخرج. أنا كل ده بكون الداتا، بعمل لها اناليسيز. طب والله نوع السلك اللي جوه المخرج ده ايه؟ نوع الامبتي كوندوت او المسار اللي هيمشي فيه السلك ده هيبقى كام متر طولي؟ هيبقى فيه كام مشتملات قد ايه؟ هيركب امبيدد ولا اكسبوزد؟ كل ده ببدا احلل الداتا بتاعت المخارج دي. فوقفت النهارده ان انا عندي والله سلك السويدي 3 مللي، وعندي سلك ايرسنج، وثلاث فردات سلك بمسار طولي 65 متر. يبقى انا عندي كده قدرت اعرف الكوانتيتي لكل ماتيريال بمكونات البند والانترفيس او السيرد فيكس بتاع البند ده من انتاج شركه اسمها اكس او واي يعني. فبقى عندي مكونات البند: امبتي كوندوت، وسلك، ومفتاح للاناره، وكشاف والله من انتاج فيليبس او ما الى ذلك. طيب انا في المرحله دي هعمل بريكيورمنت بلان. هورد اول حاجه بالنسبه لي عشان اشغل المباني والبياض. هتبقى اول حاجه ايه يا باشمهندس؟ هتبقى الامبتي كوندويت. يبقى انا النهارده اول حاجه هبقى محتاج ان انا احط لها توريد ديليفري تايم. بالنسبه لي عندي 1000 مخرج محتاج لهم مثلا ب 65 متر طولي، يبقى انا محتاج 6500 متر طولي. طب انا النهارده معدلات السحب بتاعتي في الشهر الواحد 3000، فانا ده هورده مثلا على شهرين. المخازن بتاعتي ما بتشيلش غير 2000، فانا كده هورد على الثلاث شهور 2000 في 2000 في 2500 متر. طيب هبدا اقارن النهارده ده، عرفت كده الكباستي بتاعتي والمكونات بتاعتي والدنيا دي ازاي. طب انا هبدا اقارن ما بين الامبتي كوندويت ده النهارده. لو ان انا عندي الراجل بتاع التندرنج مديني في الباكج ان سعر المتر الطولي للمواسير الPVC 65 جنيه، شامل الضرايب شامل النقل شامل كل ده. فانا عندي تارجت برايس، بدخل افاينلايز عليه عند السبلاير. والله يا عم سبلاير واحد، ويا عم سبلاير اتنين، وسبلاير تلاته واربعه وخمسه، انا عاوز حاجه يكون الثيكنس بتاعها 3 مللي PVC، سواء بقى فاير ريتد ايا كان مواصفاته، يتحمل درجه حراره وانبعاج كل التفاصيل، ومحتاج 6500 متر طولي، وعاوزهم على مراحل توزيع قد كده. هتقدر تديهم لي ازاي؟ وهتديني الفاسيلتي هدفع ازاي؟ اختباراتك شكلها ازاي؟ عندي اكس وواي الاربعه حطيناهم في الكومباريزون شيت وطلعنا احسن حد ما فيهم. اتفضل. ففاينلايزد خلاص الدليفري والابديت بالنسبه للبرايسنج. اخش بعد كده على البريكيورمنت. والله انا هجيب من السبلاير ده اللي هو معتمد للفندور الفلاني، وعاوز مان باور سب كونتراكتنج. انا بعمل هنا عمليه الاناليسز في البريكيورمنت، هميك ولا هباي؟ يعني انا هنفذ بخلال صنايعيه. والله عندي التارجت بتاع البند التنفيذ ده ب 40 جنيه، فانا عشان اجيب صنايعي ب 400 جنيه يعني يعمل لي 10 مخارج في اليوم، ولا اجيب مقاول ياخدها ب 30 جنيه وانا ماليش دعوه واشيل الريسك عن نفسي. فانا هنا بقى بدخل في اناليسز الميك اور الباي. طب خلاص هجيب انا الراجل السب كونتراكتنج ب 30 جنيه، مش هجيب وركر ولا كلام من ده. طب هحتاج اي عمليات اختبارات ولا الكلام ده كله احط لها سيرفيس؟ تمام. طب يا عم المورد بتاعي انا محتاج 2000 متر في المخزن بتاعي، هخزنهم ازاي؟ هدخل والله النهارده ال 2000 متر دول بشرط ان انا هعمل الستوك روتنج بتاعي او السورتنج بتاعي، ان اول بضاعه عندي دخلتها هتبقى اول بضاعه انا بخرجها. وعندي لو عندي كميات فائض من مخزن تاني ولا مشروع تاني هاخدها ولا لا.
بعد كده فكره النقل. طب والله الحاجات دي النهارده بتحتاج عربيه جامبو 6 ويل، الماسوره مثلا طولها 6 متر، فانا مش هينفع، ولا انفع اجيب عربيه بقنطره يعني ليها شبكه فوق الكابينه 3 متر وتبقى توفر لي شويه في النقل. طب المصنع بتاعي وانا هجيب من اكتوبر ولا هجيب من العبور ولا عاشر من رمضان، والكارت قد ايه؟ طب والله لو حاجات فيها مستورده ولا لا. بنحط العمليه دي كلها على بعضها بالنسبه للاناليسيز اللي انا عملتها، بقى عندي الماتيريال، بقى عندي المان باور، بقى عندي انا هخرج ايه من المخازن، هتوصل شكل ازاي. بعمل لها شكل بعد كده الهاندلنج والكلام ده كله مع الستيك هولدر. انا شكل التسليم بكون من الاول مرتب له ازاي، اسلم امتى. انا حققت النهارده ان المخرج ابو 65 جنيه ده، النهارده انا عرفت ان انا اوصله 55 جنيه بالكواليتي المطلوب. فانا هنا حققت كراجل بتاع سبلاي تشينر ان انا عملت 10 جنيه سيفنج وحققت رضا العميل. ده بشكل بسيط، او يعني برضو في عجاله عن فكره مثال بقدر اخطط له واعمل له البريكيورمنت، وبقدر اخزنه ازاي وهنقله ازاي وسحبه ازاي. المثال ده واضح ولا ممكن نعمل مثال تاني لاي بند؟ حضراتكم سامعيني؟ طيب الصوت مسموع يا جماعه؟ اه تمام. تمام. طيب في اه حد عنده تمام. اي اسئله طيب؟ خلينا واقف. الستيك هولدر تبع الوير هاوس بيبقى في ضمن المشروع، هل هم بيبقوا البريكيورمنت وبيبقى البلاننج ولا بيبقى ايه بالظبط، ولا فيندورز الوير هاوس. هاوس؟ اه الستيك هولدر الوير اللي بيبقوا معايا. هاوس بيبقى خاص بالانفنتوري، الاستورج عموما. يعني مدير المخازن من الناس اللي بيتبعوا لاداره السبلاي تشين، فهو بيجي له بلاننج. المفروض انا عندي المخزن بتاعي هيجي لك في البلان كذا شهر كذا كميه قد كذا. هو بيهندل الكميه دي بطريقته. ايه اللي هيدخل الوارد والصادر واذونات الصرف، ههندل الروتنج بتاعي ازاي، بطلع تقارير ازاي، الكلام ده كله. فالوير هاوس جزء اصيل من الانفنتوري. الانفنتوري من الحاجات اللي برضو محتاجة وقت طويل، يعني لو هنعمل محاضرة تانية ممكن برضو نعمل لها محاضرة خاصة. يعني هو كل جزء من الكومبوننت ده محتاج له محاضرتين ثلاثة يعني اعتقد ما يقلش عن 10 ساعات عشان نقدر نغطيه بشكل كفاية. انا اتشرفت بحضراتكم. لو في اي حد عنده استفسار او اي اسئلة انا تحت امركم. الله ينور. شكرا جدا لوقتكم يا جماعة، واستفدت من الأسئلة بتاعتكم، وأتمنى أن تكون المحاضرة أضافت ولو حاجة بسيطة لحضراتكم. ربنا يخليك يا أستاذ. أنا آسف. مع السلامة. مع السلامه.